بينا النهارده نجيبه عشان نوضح الحقائق للناس، لان قيل وقيل لي ايضا كلام هناقشه فيه دلوقتي. الاستاذ احمد هيسترسل من اول بدايه العقد لحد ما رجعوا، وانا هتدخل عشان اسال واستفسر عن بعض الاشياء. وباكد تاني، يا ريت يا استاذ عبد الناصر حد يجي يرد من النادي الاهلي عشان تبقى الامور واضحه كلها للناس. استاذ احمد اهلا بيك لاول مره في هنا القاهره، ومشرفني ومنورني. انا شرفتني ان اكون مع حضرتك في هنا القاهره. وعايز اقول لك ان بجد البرنامج في شكله الجديد عامل شغل كويس جدا، الحمد وان شاء لله. الله يكون مزيد من التوفيق على طول في هنا القاهره ان شاء الله. ابو حميد يعني انت اول من كتب في رحله النادي الاهلي، وانت اول ما ادانا الخيط تكمله للدكتور انديل في المكالمه اللي جبناها من الامارات، من راس الخيمه بالتحديد. المهندس عادل القيعي طلع قال كلام مغاير، ويمكن بعض الزملاء الاعزاء كلمني وقال لي هو انت بتمشي يا كابتن ورا احمد الشامي؟ قلت له والله هذا الرجل بيشتغل في مكان محترم يعني، واعتقد ان هو صحفي محترم يعني. فالمسكوت عنه اللي انت ما قلتوش، او الجديد ايه في الموضوع؟ أو يا ريت من بدايته كمان يا ابو حميد عشان الساده المشاهدين يتعايشوا معانا في الاحداث كلها كامله يعني. في البدايه بس يعني اكيد مش هقدر ارد على الزميل اللي اتكلم مع حضرتك لاسباب كتير. اولا انا بشتغل في مؤسسه الاهرام، مؤسسه كبيره جدا. متعودين ان احنا ما بنكتبش اي حاجه. في اهرام سبورت الاستاذ اسامه اسماعيل رئيس التحرير بيتعامل مع كل الزملاء الموجودين ان انت في موقعك هو انت صاحب الخبر الصادق. لو في خبر كاذب اتكتب في موقع اهرام سبورت كان اكيد حد من النادي الاهلي رد، وهو عنده مركز اعلامي. يعني الزميل اللي اتكلم بيتكلم وحضرتك قلت ان هو بيشتغل في قناه النادي او القناه اللي بتحمل شعار النادي، فحقه ان هو يرد او ما اعرفش هو حقه ان هو يدافع بس انا بالظبط انا ما اعرفش هو بيرد ليه، بس يعني مش هتطرق له ان هو كلامه ما يهمنيش في كل الاحوال. النادي الاهلي تعرض لمجزره في بورسعيد، ثم انتقل الى ان هو هيبدا تدريباته. اصبح في صعوبه من اللاعبين ان هم يتدربوا في القاهره. بدأ التركيز على السفر خارج مصر. كان ليا مكالمة مع الكابتن هادي خشبة. قلت له يا كابتن ايه الموقف؟ قال عندنا عرضين لمعسكرين في الإمارات، واحد في راس الخيمة وواحد تاني، وهنشوف. الأمور الأهلي اتدرب، ما جات بالظبط على يوم الأربعاء. الأهلي ما بقاش عارف نفسه هيسافر إمتى. سافر المهندس عادل القيعي والكابتن هادي خشبة يوم الأربعاء قبل السفر. المفروض ان السفر كان امتى؟ هو المفروض ان كان السفر الجمعه وبعد كده اتاجل للحد. ايه الاسباب يا ابو حميد؟ النادي الاهلي كان المفروض ان هم لسه كان العقد ما اتفقوش عليه، ان هو كان في العرضين اللي الكابتن هادي اتكلم عليهم، وكان في عرض ثالث. يعني هتعفيني ان انا اقول لو انت حضرتك عايز اقول اسم الشركه ما عنديش. لا ما عندناش هنا شركه رايت سبورتس اللي بيديرها الاستاذ مصطفى جمعه، العضو المنتدب لقناه الاهلي. مصطفى جمعه رئيس قناه النادي الاهلي عنده شركه رايت سبورتس. عنده شركه رايت سبورتس اللي بتنظم معسكرات ومباريات. كان في يعني هو بتربطني بيه علاقه طيبه، واتكلمنا. هو راجل جميل على فكره. وقال لي ممكن يعني ان شاء الله يكون في اتجاه. وبعد كده لما رسل العرض على رؤوف زيتونه، اصبح النادي الاهلي قناه الاهلي هي عدسيه بس. المعسكر. طب ايه يعني معلش يعني ايه اللي خرج الاستاذ مصطفى جمعه من الموضوع ودخل زيتونه؟ الرقم اللي قدموه للنادي الاهلي؟ لا، هو الارقام لغايه لما العقد اتعمل هي اللي اتعرفت. يعني عشان اكون صادق مع حضرتك لغايه لما العقد اتعمل، وانا ليا تحفظات كتير في موضوع ان العقد النادي الاهلي. انا اعرف نظام النادي الاهلي بيسير ازاي في العقود. اولا الكابتن المهندس عادل القيعي هو مدير التعاقدات في النادي الاهلي. مسؤول عن الاتفاق. تعاقدات لعيبه ولا تسويق؟ هو عاملين التعاقدات الرياضيه. اي تعاقد رياضي بالنسبه للنادي الاهلي هو المسؤول عنه. المهندس عادل عمل تعاقد كان المفروض ان هو بيروح شؤون القانونيه، وبعد كده بيروح الاداره الماليه، ثم مدير النادي او المدير التنفيذي للنادي اللواء محمود علام. العقد ده كان غريب. اولا في بنود بتقول ان انا بص يا ابو حميد، نمره واحد
ان العقد لازم يروح الشؤون القانونيه، بعد ما العقد يكتب يروح الشؤون القانونيه، يشوف بعد ما يعتمد من الشؤون القانونيه يروح الاداره الماليه، لمدير عام النادي، الاداره الماليه، بعد الاداره الماليه بعد كده يروح لمدير عام النادي يعتمده. بالظبط. العقد بتاع الامارات، معسكر الامارات في دبي، تضمن 530,000 دولار يحصل عليها النادي الاهلي. 530,000 دولار يحصل عليها النادي الاهلي خلال رحله المعسكر. كم مباراه؟ 3 مباريات. 3 مباريات كالاتي: 300,000 دولار قبل سفر الفريق. 300,000 دولار قبل سفر الفريق، قبل السفر، قبل ما الفريق يسافر الى الامارات. ده شروط العقد. ده في العقد. 240,000 دولار، سوري 230,000 دولار اللي هي الباقيه قبل المباراه الاولى. يعني قبل ما يلعب يكون النادي الاهلي خد ال 500 خلاص خدت فلوسي بقى فلوسك كلها. ال 30,000 دولار الزياده اللي هي كانت ال 500 كان دي كانت بدل سفر. اللي هي ال 30,000 بالظبط، بدل سفر للعيبه، بدل في المعسكر يعني. هم بوكت ماني. فال 30,000 دولار خدوها في النادي الاهلي، اللعيبه خدتها او النادي خدها وهو رايح. فاذا هي تضاف للعقد، ما دام انا خدتها فهي تضاف للعقد. يبقى اصبح عندي 530,000 دولار مطلوب ادفعهم في عقد دبي. سافر المهندس عادل القيعي والكابتن هاني خشبه، وغريب ان اتنين يسافروا. انا لسه هسالك، يعني هو مين انت قلت لي في بدايه الحديث ان المسؤول عن التسويق هو المهندس عادل القيعي. هو دور انا اعتقد ان دور المهندس عادل القيعي خلص مع العقد خلاص. طيب اللي كان يروح. طب يسافر ليه بقى يا سيد عبد الحفيظ يا هادي خشبه؟ المفروض واحد من الاثنين بصفه الكابتن سيد مدير الكره او الكابتن هادي المدير التنفيذي لاداره الكره او عضو لجنه الكره، فمن حقه يسافر. وكمان هيسافر دبي عشان يشوف ملاعب وفندق. دبي اصلها صحراء كلها ومفيش ملاعب ومفيش فنادق ومفيش حاجه، فرايحين يطمنوا ازاي الوضع عامل ازاي هناك يعني. كان تحفظ واتكلمت مع ناس في الجهاز في الفريق، بلاش في الجهاز الفني، اتكلموا معايا كان يعني ازاي اتنين يسافروا الى الامارات. يعني هناك انتقاد من داخل الفريق ان الاثنين يسافروا. ده حصل، عايزين نوضح للناس يعني. ده انتقاد فعلا وحصل معايا مكالمات تليفونيه حصلت. وهتعفين ان انا اذكر اسم لان دي مصادر في النادي الاهلي، لكن انا انا ما بقولش كلام مرسل ولا بقول كلام. لا اصل هي حقائق بالظبط. لما حصل الكلام ده رجع الكابتن هادي وبعد كده رجع المهندس عدلي وسافر الفريق يوم الأحد. تاني بس عشان انا ما عنديش المعلومات دي. يعني هما الاثنين سافروا ورجع هادي رجعوا مع بعض رجعوا مع بعض او رجعوا مش يعني ان هم رجعوا. سافر الفريق يوم الأحد، ما كانش لسه خد فلوس. البند اللي بيقول 300,000 دولار قبل السفر ما اتصرفوش. طيب. 240 230 قبل المباراه و230 قبل المباراه الاولى ما حصلش. طيب سافروا. حصل النادي الاهلي على تحويل من رؤوف زيتونه المنظم للمعسكر. طب خليني بس برضه يا ابو حميد، المهندس عدلي مع الكابتن شوبير قال ان اللي التحويل جه على النادي، يعني الفلوس دي اتدفعت وجت على النادي. برضه عشان نقول نبقى فير، ما احناش زي ما بيقول صديقي العزيز يعني. بالفعل حصل وصل خطاب للنادي الاهلي بتحويل 300,000 دولار. لما المسؤولين في النادي الاهلي خلاص انا جالي تحويل ب 300,000 دولار فهشوف. لما راح يشوف التحويل قال لك ده مجرد طلب تحويل في بنك الماني. طلب تحويل مش تحويل. طلب وليس تحويل. هو مجرد طلب. انا بقول ان عايز احول، طب ايه رايكم ينفع ولا ما ينفعش؟ وقفت 300,000 دولار ما خدهمش النادي الاهلي. النادي الاهلي سافر الامارات، لعب اول مباراه على عكس الاتفاق. الاتفاق كان ايه الاولاني؟ كان اللي طلع في النادي الاهلي واللي طلع على لسان جميع سواء الكابتن هادي الكابتن سيد عبد الحفيظ او اللواء محمود علام او كل الناس في كل الصحف والمواقع الرسمي، قالوا ان اول مباراه مع الكويتي اول مباراه. لما سافروا كان في تصريحات للمسؤولين في الكويت قال لك احنا عندنا معسكر في لبنان، ازاي احنا موجودين في الامارات؟ استبدلنا بالشباب الكويتي اللي هو. بس السؤال بس عشان ايه ما انساش انا، يعني انت عارف السن وكده يعني. يعني امال المهندس عدلي وهادي خشبه سافروا الامارات ليه؟ ما هو ده اللي انا سالته في اول الحلقه. لما احنا لما لو سالنا رايحين عشان يعيدوا الملاعب لو امور في دبي اللي على مرأى ومسمع من العالم كله كافضل ملاعب وافضل استادات وافضل اوتيلات، رايحين يعينوا المكان ولا يظبطوا الاهلي هيتمرن فين وهيلعب فين ومواعيد التمرين ومواعيد الماتشات وهنلاعب مين اصلا؟ المفروض ان احنا هنلاعب مين. لما اعتذر الكويتي
داخل لا هو كده ما اعتذرش، هو اساسا ما فيش اتفاق. هو ما فيش اتفاق ده بالفعل، يبقى ما اعتذرش. ودي تصريحات قالها مدير الكوره في نادي العين. في نادي العين مطر الصهباني، الاستاذ الكابتن مطر الصهباني، الكابتن مطر الصهباني، مطر الصهباني. انا حاولت اتكلم معاه بس هم عندهم مباراه، فطبعا ما كانش يعني ما عرفش توصل لبعض. قال ان الشركه جايه تسوق النادي الاهلي في الامارات. ان ايه؟ الشركه جايه تسوق النادي الاهلي في الامارات. ده على صحيفه البيان الاماراتيه. على صحيفه البيان قال ان الشركه جايه تسوق النادي الاهلي في الامارات. بالظبط. لما دخل سافر النادي الاهلي وتواجد، لعب اول مباراه مع الشباب الكويتي وخسر 3-2. كان النادي الاهلي بيخرج من اول حاله نفسيه. لعب تاني مباراه، كان المفروض ان في الاتفاق عن اهلي دبي. رجعت المباراه لعب دبي وكسب 1-0. اخر مباراه بقى هي اللي كان فيها التفاصيل كلها. طب خلينا نشوف الحوار بتاع صهباني. ورينا كده يعني قال ايه في الحوار بتاعه يعني. كتبناه. هو قال يا جماعه بالتفصيل. وصلنا خطاب من الشركه المنظمه، طلبت من نادي العين ان هو ايه امكانيه ان هو يواجه النادي الاهلي في مباراه وديه خلال معسكره. الراجل كلم المدير الفني واتفق. لما رجع يرد على الشركه ليه الموضوع راح الاماراتي راس الخيمه، معسكر راس الخيمه. هنا كانت المشكله. هي مش مشكله بقدر ما الكابتن حسن حمدي تدخل لانقاذ معسكر الاهلي في الامارات من الفشل. كابتن حسن حمدي يعني لو ما كانش موجود حسن حمدي على راس النادي الاهلي في الامارات كان المعسكر فشل، كان النادي الاهلي ما عرفش يرجع مصر. انا بس عايز اقول للساده المشاهدين هنا لما قالوا النادي الاهلي طالع معسكر، قلت لازم حسن حمدي في عدم وجود الخطيب ربنا يشفيه، لازم حسن حمدي يرأس هذا المعسكر. ونقل المعسكر لراس الخيمه واجه انتقادات من المهندس عادل القيعي داخل المبنى الاجتماعي للنادي الاهلي. قال يعني ايه نروح معسكر في راس الخيمه واحنا عندنا معسكر في دبي؟ الكلام ده انا مسؤول عنه وبقوله على مسؤوليتي الشخصيه. المهندس عادل القيعي انتقد نقل معسكر الاهلي الى راس الخيمه. الاهلي خد فلوس من معسكر راس الخيمه 240,000 دولار، لو ما كانش خدهم ما كانش دفع الفندق اللي اصلا ما اندفعش. النادي الاهلي دفع من فلوس اللي خدها 240,000 دولار بالظبط. النادي الاهلي دخل خزينته من معسكر الامارات 135,000 دولار من ال 530,000. ما هو اصلا راس الخيمه ده ما كانش في القصه، ما كانش في الموضوع. هي القصه كلها كانت في 530,000 دولار. في الفتره دي، في الفتره اللي فيها الفريق في الامارات، دخل رؤوف زيتونه المستشفى في حاله هبوط يومين ودخل المستشفى. رؤوف زيتونه ده اللي عامل طيب انا المهندس عادل القيعي قال في التلفزيون قال ان رؤوف زيتونه ده هو اللي عامل ماتش البرازيل وعمل لنا ماتشات مش عارف ايه وايه وايه وايه. طيب ما صحه هذا الكلام يعني؟ اتكلمت مع وكاله الاهرام. انتوا انسحبتوا ليه من معسكر النادي الاهلي؟ اولا عقد النادي الاهلي مع وكاله الاهرام بيقول ان في تنظيم معسكر لو طلب النادي الاهلي. بالظبط. لو النادي الاهلي طلب من حق وكاله الاهرام تنظم. لما سالت فقالوا لي ان هو اصلا مش عارفين احنا هنسوق لمين. مش عارف الاعب مين، الشباب الكويتي ولا الكويتي؟ ده الاهرام. ده الاهرام، وكاله الاهرام. ما هو حصل مكالمه ما بين رؤوف زيتونه والمسؤولين في الاهلي، قال لهم وكاله الاهرام وقناه الاهلي اخلوا بيا. هو دوت يا احمد. هو ده تلاعب المعسكر. ده الشركه الراعيه تخدع الاهلي. الشركه الراعيه تخدع الاهلي في فلوس ومباريات معسكر الامارات. في فلوس ومباريات معسكر الامارات. بالظبط. ده اللي حصل. هي دي كانت البدايه، ان الاهلي ما خدش فلوسه، بعد كده ما لعبش مبارياته، رجع النادي الاهلي لما خد 240,000 دولار. كان الاهلي كان زيتونه عايز يكمل يلعب مباراه العين. جوزيه رفض، قال لك عايز ارجع السبت. يعني انا اول مره اسمع الكلام دوت يا احمد الحقيقه، ان كان في نادي العين بعد ماتش الامارات الاماراتي اللي خسروه كان عايز يلعبوا مع العين. كان ده العرض. ومستر مانويل جوزيه رفض. قال لك لا. ليه رفض؟ عايز يرجع. ما هو الراجل برضه معذور، مش عارف هيلاعب مين. لا ما بقول لك العين، يعني نادي العين من اكبر الانديه في الامارات. انا مش مختلف يا كابتن، بس هو في الاول مش عارف هيلاعب مين. من الاول هو رايح مبهم. حصل له حاله ارتباك. كابتن سيد لما جه عمل تصريحات قال احنا ما كناش طالبين هنلاعب مين. حقه.
حق الكابتن سيد حفيظ مدير الكره يقول ان انا ما كنتش طالب ايه، بس في الاخر لازم استفيد من المعسكر. لو المعسكر هو خروج من الحاله النفسيه مش هيبقى مفيد. وده شيء كان مطلوب ان اللعيبه تخرج من الحاله طبيعي، بس لازم استفيد ان انا عندي موضوع لكن مهم. في نفس الوقت ده النادي الاهلي بالظبط، يعني ده النادي الاهلي مع احترامي ليهم، يعني هو ده اللي بنتكلم فيه. لما الكابتن حسن حمدي انقذ البعثه في الامارات، رجعت البعثه اندفع فلوس للفندق من ال 240,000 بتوع ماتش الامارات. ما هو 240 اتحول منهم 135 من و60 اتدفعوا، باقي 105 اتحول $60,000 دفعت $60,000 للفندق اللي ما اندفعش فلوس، هو المفروض ان كانت الشركه الراعيه هي اللي تدفع او المنظم هو اللي هيدفعه. ايوه. باقي $45,000 اللي المفروض ان هم هيرتدوا لخزينه النادي. النادي الاهلي عايز يضمن حقه. رؤوف زيتونه تواجد في النادي الاهلي اسبوع منذ ايام، وكتب على نفسه ايصال امانه ب $350,000 عشان يدفعهم للنادي الاهلي. النادي الاهلي هيدخل نفسه في قضيه تانية خالص، محاكم مدنيه وحقي وحقك، وهنطول. بالاضافه ما هو ده فعلا انا كتبت ان الاهلي حمله فيه $10,000 حملهم غرامه $10,000 وايصال امانه. غرامه ده كله في الايصال الامانه. في الايصال الامانه $10,000 غرامه. ليه بقى؟ انت اخليت بالمعسكر، اخليت بمعسكر الاهلي. بالظبط. يعني الاهلي اللي اخل بالمعسكر؟ لا هو زيتونه. ما هو يا كابتن بص، شروط التعاقد. بص يا كابتن، الحسبه كانت كالاتي: $530,000 لو جينا نحسبهم 300 و230 دول 530. لو حسبناهم زي ما هم ال 300 وال 240 اللي خدناهم يبقى بقى 540 في $10,000 فرق اللي هي دي. ايوه تمام. لما سالت انا اللي هو محمود علام فيها، قال لي دي غرامه على منظم المعسكر. طيب انا عايز اسالك سؤال الصهباني اهوت. يعني النادي الاهلي ليه ما طلعش يكذب الكلام ده في موقعه في قناته، ان الكلام اللي انت قلته غلط؟ يعني اي كلام، او في بيان رسمي الكلام اللي انت كتبته في الاهرام سبورت؟ عشان هو كلام صحيح. عشان هو كلام صحيح. كلام صحيح. النادي الاهلي لم يدخل خزينته سوى $135,000 فقط. طيب عادل القيعي كذبه ليه؟ ما الكابتن انا ما سمعتش المهندس عادل القيعي وهو بيتكلم، ولو حضرتك جبته يا ريت يا عبد الناصر. احنا استاذنا كابتننا الكبير والاعلامي الكبير الكابتن شوبير في ان احنا ناخد جزء من الحلقه بتاعت عادل القيعي عشان احمد يعقب عليها برضه، عشان يبقى ايه وجهات النظر كلها متواجده قدام الساده المشاهدين. اتفضل يا احمد. لما رجع الاهلي من الامارات بدا رحله عايز يلعب مباريات وديه، وطبعا حضرتك متابع الامن الغى المباريات الوديه. رجع ايصال الامانه. لما اتعمل ايصال الامانه حصل فيه مشكله في ايصال الامانه. الصيغه تبقى ازاي؟ تبقى من سيد عبد الحفيظ لرؤوف زيتونه لعادل القيعي مباشره. وليه عادل القيعي؟ مش في اداره نادي وفي ماليه وفي رئيس نادي؟ هو ده الموضوع اللي اتحل بعدين في تدخل الشؤون القانونيه في الاهلي، وقالوا لا، سيد لرؤوف لخزينه النادي مباشره، ان المهندس عادل القيعي المفروض انه بتنتهي فتره عمله في النادي الاهلي خلال شهر 6 المقبل. او حتى لو مش هتنتهي يا احمد، مش المفروض اكتب ايصال امانه لموظف، اكتب ايصال امانه للنادي. هو ان هو يوردهم للنادي. في النواحي القانونيه لما اتسالوا قالوا فيها 3 اطراف، لازم يبقى في 3 اطراف في ايصال امانه عشان يبقى في حاجه اسمها تبديد وخيانه امانه، وحضرتك عارف، وادخل بقى في 6 شهور و3 سنين. ولما ناخد فلوسنا يبقى ربنا يسهل ان شاء الله. طب خلينا ابو حميد نروح نشوف حديث المهندس عدلي مع كابتن شوبير ونرجع نتعلق عليه. اتفضل يا محمد. انا مش هدخلك في تفاصيل كتير عشان ما نتوهش. يعني احنا دلوقتي يوم 18 اجتمعت اللجنه، قلنا لهم العرضين. كويس. كان الاتفاق ان ناخد العرض الاولاني بتاع راس الخيمه، نظرا انه جاي من شخصيه على قمه الدوله. لازم يعني نقبل هذا العرض الكريم، لكن ما فيهاش تفاصيل، لا ماتشات ولا تذاكر سفر ولا تأشيرات. طلبنا وأبلغنا الدكتور أنديل وخالد الخشاب. مين اللي كان بيتكلم، حضرتك ولا مين؟ أنا وهادي. مع الدكتور أنديل والدكتور الخشاب. وكان السكرتارة طبعا بتاعتي وبتاعت هادي بتتابعهم. تمام. فيوم 18 أبلغوا، قالوا هنبعت التذاكر لحد 22 ما بعتوش، 19 ما بعتوش، 20 ما بعتوش. وحصل 21
السكرتير الدكتور قنديل قال انا اول مره اسمع عن الموضوع ده، ويا دوبك الجوازات استلمتها النهارده، لكن هيبقى في صعوبه ان احنا ننهي هذا الاجراء. بدا في ضغط من كابتن سيد عبد الحفيظ الان على المعسكر، ما عندوش تفاصيل. في نفس الوقت شركه الاستاذ رؤوف زيتون جهزت ماتشات بتواريخ محدده. كل الماتشات اتغيرت بعد كده، اتغيرت بالاتفاق مع الجهاز الفني بنفس المستوى. وقالوا ان احنا لو انتوا عايزين نبعت لكم بكره التذاكر بتاعه المهندس عدلي وكابتن سيد وكابتن هادي وهتاخدوا التاشيره، وبعتوا لنا صوره الموافقه على التاشيره. رغم هذا طبعا كلمت مصر، قالوا لي ايوه جه استمارة تحويل للفلوس ب 300,000 دولار. قلت للسكرتيره اعرضيه على الشؤون الماليه، واذا كان كده سلمي الاستاذ رؤوف زيتون العقد بتاعه عشان يبتدي يشتغل فورا في تذاكر البعثه. يعني حول لك 300,000؟ ما انا بكلمها، انا ما شفتش المستند وانا ما فهمش في الماليات. قالت لي جالنا استماره من البنك في المانيا بتحويل. راحت سلمته، خدوه منها، وبعدين قلت لها سلمي له عقد. سلمت اللي جالنا. ورحنا راس الخيمه. لما رحنا راس الخيمه في نفس اليوم بقى، يوم الخميس، هي حوالي 100 كيلو يعني. سافرنا. هي ابعد واحده. رحنا شفنا المكان، قابلنا الدكتور قنديل، قابلنا الاستاذ خالد الخشاب. المكان كويس، عامل زي الجونه هنا كده على البحر. يعني الخيمه بقى، راس الخيمه كانت تبع الدكتور قنديل وتبع رغم ان احنا سلمنا العقد للاستاذ رؤوف. انما كان في ذهني لو لقينا المعسكر برضه في راس الخيمه كويس، مفيش ما يمنع من الاضافه ان احنا ناخد ماتش من الماتشات دي نديه له. خلي بالك اولويه الجهاز الفني انه نلعبه في دبي كمان. نسيت اقول لك دي. فروحنا لقينا المكان كويس جدا، الناس تعهدت ان هتعمل استقبال على اعلى مستوى. رجعنا كلمنا الكابتن حسن وقلنا له احنا مطمئنين هنا ومطمئنين هنا. كويس. قال لي الحل ايه؟ قلت له انا رجعت بقى بيهم يعني. كنا في راس الخيمه، رجعت للدكتور قنديل وخالد الخشاب، وقعدت مع جاسم، وكلمنا رؤوف زيتون في القاهره، وكان الاتصال. قلت له يا رؤوف في الماتش الثالث لازم هناخده ونوديه راس الخيمه. هناك دعوه لازم نقبلها. ما نقدرش ما نقبلهاش. واذا كانوا هم تاخروا في الاجراءات، لكن هم النهارده جايين يخلصوا. تمام. هياخدوا منك الماتش الثالث. كويس. وقعدت حتى حسن جعفر كان هناك، انت عارف، مقيم هناك طبعا. وكان موجود في الفندق عشان حارس الاهلي السابق، ما عرفتش اقعد معاه. لانه كانوا قاعدين على ترابيزه. انا قاعد بعمل بوافق العقود بينهم لحد ما خدت منه تنازل عن المباراه الثالثه لصالح ما قيل انه المباراه الثالثه انت خدت فلوسها 230,000 دولار؟ لا، ما انا هقول لك بقى. كان هي 240,000 دولار. كويس، عشان حطوا نسبه التذاكر على الماتش الثاني. اشترطت بقى. هم قالوا ندفع المبلغ على دفعتين. قلت لهم 150,000 دولار فور وصول البعثه دبي، و90 لما يجوا لكم راس الخيمه. وقلت لهم الفلوس تبقى باسم النادي الاهلي. الاستاذ رؤوف يتنازل عنها لصالح النادي الاهلي خصما من المستحقات. تمام. بعد كده سافرت الفرقه، الفلوس ما اتحولتش. دي بتاعت رؤوف؟ لا، بتاعت راس الخيمه في الميعاد. بقيت اتكلم. في نفس الوقت بدا هو رؤوف يواجه الاهرام. اعتذر. كان المفروض انه متفق مع الاهرام على مبلغ معين. الاستاذ عاصم خليفه قال لي اتاخرنا. ودي قصه اخرى بقى. الحقيقه انا ما عنديش تعليق. التعليق لاحمد لان هو متعايش مع الموضوع من اوله لاخره. السؤال اللي انا عايز اساله بس للنادي الاهلي، ليه ما طلعش ده في بيان رسمي عشان يوضح الصوره للناس بدل ما يطلعوا يكذبوا الناس؟ اتفضل يا اخي. انا شايف كابتن شوبير لما سال المهندس عدلي قال له انت اتاكدت من التحويل؟ قال له لا ما اعرفش، عشان ده تحويل يخص النواحي الماليه. اولا الاداره الماليه والشؤون القانونيه لم ترى عقد النادي الاهلي نهائيا في معسكر الامارات. نهائيا العقد في النادي الاهلي موقع عليه من اللواء محمود علام مدير تنفيذي النادي الاهلي فقط، مع طبعا اداره يعني عدى على ما عداش على الشؤون القانونيه ولا الماليه. فبالتالي الماليه ما عندهاش معلومات ان هناك تحويل او ان هناك عقد
المفروض يتحول بيه الفلوس. لا هو ده كان كلام شفهي ان هيبقى في تحويل، ووصل تحويل بالفعل، وصل ورقه وخطاب. خطاب. يعني ايه الفايده عليا لما تبعت لي ورقه تحويل وانا ما خدتش فلوس؟ ايه اللي استفدته؟ ده اللي انا اتكلمت فيه. النادي الاهلي، خزينه النادي الاهلي 135,000 دولار فقط في المعسكر، من 530,000 ل 540,000. من 530 او 540. انا شايف المهندس عدلي بيقول ان كان في اتفاق عشان مباراه في راس الخيمه. هو اصلا راس الخيمه كان موجود، يا يشيل المعسكر كله يا ما يشيلش المعسكر كله. الكابتن حسن حمدي هو اللي اتدخل في الامارات، هو اللي لعب المباراه بتاعت راس الخيمه عشان النادي الاهلي يعرف يرجع. ما كانش هو كده، كان 240,000 دولار خدهم النادي الاهلي كاملين من هناك، ما فيش تقسيط. طب انا عايز اسالك سؤال يعني. اتفضل. طب ليه النادي الاهلي ما نفذش العقد؟ مش هناك عقد ان يدفع 300,000 دولار قبل السفر، وان هناك مبلغ 140,000 او 130,000 دولار يدفع قبل المباراه الاولى؟ ليه ما نفذش العقد النادي الاهلي؟ اولا الشركه المنظمه للمعسكر كان عندها تطلعات كتيره ان هي هتبيع معسكر ومباراه النادي الاهلي بارقام هتكسب وبعد كده تدفع. والجماهير والتذاكر وبتاع بالظبط. كان بتتكلم مع وكاله الاهرام في رقم كبير، وبعد كده قناه الاهلي، وهناك كانت بتتكلم في قناه دبي، وفي جماهير طبعا الجاليه المصريه هناك، والفرق اللي هتواجهها لو هي فرق كبيره، وبعد كده بتتكلم في قنوات فضائيه هتذيع. بالظبط. كل الكلام ده ما حصلش. يعني الاصطدام الاولاني، الاصطدام الجماهيري، انا حتى فوجئت، او يعني لما شفت المباراه ما فيش 3-4,000 واحد. يا كابتن، يعني ايه النادي الاهلي يروح يلعب في دوله عربيه وما يكونش له حضور جماهيري؟ بالظبط. النادي الاهلي اصلا لما بيطلع اي دوله اوروبيه بيبقى له حضور جماهيري، مش دوله عربيه. في جاليه مصريه بمئات الالوف. يعني الدول العربيه كلها بتنتظر وصول النادي الاهلي ولاعيبته عشان يتصوروا معاهم، بلاش يتفرجوا عليهم، بعد كده يتفرجوا. كل الكلام ده فين؟ النادي الاهلي، السيد رؤوف زيتونه لم ينجح في تنظيم معسكر الاهلي. ده لازم نعترف. بس انت برضه ما ردتش عليا يا ابو حميد. اتفضل يا كابتن. المهندس عادل قال ان هذا الرجل نظم لهم معسكرات قبل كده ونجحت. طب ما هو فين؟ ما ده معسكر، مش ده معسكر؟ وده معسكر سهلي كمان. الفرق هنا يعني الراجل مدير الكره في العين لما يطلع يقول يا جماعه الناس مش عارفه بتعمل ايه. طب يبقى ايه اللي حصل؟ طب ما تخليني كده يا ابو المعاط يا عبد الناصر، خليك تعرض النادي الاهلي الى عمليه نصب من الشركه الراعيه لمعسكر الفريق الاول لكره القدم بالامارات لعدم تسديد المبلغ المستحق اللي هو 530,000 دولار بالظبط، وفق الاتفاق الذي نص عليه العقد الموقع بين المفوض من الشركه والمسؤولين باداره القلعه الحمراء. ونص العقد المبرم بين الراعي والنادي على تسديد مبلغ 300,000 دولار قبل سفر الفريق إلى الإمارات، على أن يسدد 200,000 دولار قبل إقامة المباراة الودية الأولى، بالإضافة إلى 30,000 دولار بدل سفر. وتم تقديم صورة تحويل من إحدى البنوك الألمانية حتى يطمئن مسؤول الأهلي. واكتشف مسؤول الأهلي أن الخطاب الذي تلقاه النادي مجرد طلب، زي ما قال الأستاذ أحمد، تم تقديمه لأحد البنوك الألمانية لتحويل مقابل مالي، ولم يحصل مقدم الطلب على موافقة من إدارة البنك بما يعطيه حق التحويل. وتم التغاضي عن المبلغ المتفق عليه على أن يسافر الفريق ويتم تحويل المبلغ بالكامل قبل موعد إقامة أول مباراة، وحصلت البعثة على 30,000 دولار بدل سفر، على أن يتم دفع 530,000 دولار. يعني خدوا 30,000 بدل 530,000، صح كده؟ لا، هو الاهلي سافر ومعاه بدل السفر بتاعه بقى. المفروض ان هو العقد كله هيرجع كامل ب 530,000 دولار كلها، مبلغ كامل يرجع بقى كامل. مفيش حاجه اسمها تتخصم هناك اسمها بوكيت ماني. انا تتحول لي 530. انا بتكلم في نقطتين: فلوس ومباريات. النادي الاهلي من 530 حصل على 135,000 دولار. عمل ايصال امانه. رؤوف زيتونه عمل ايصال امانه. امال الفلوس لو الفلوس فعلا اتحولت، رؤوف زيتونه عمل ايصال امانه ليه؟ بالظبط. يعني هي خلاص، يعني خلينا نفترض ان انا معلوماتي غير صحيحه والنادي الاهلي تحول لي الفلوس. اما المهندس عدلي دلوقتي يا احمد قال ايه؟ قال لما السكرتيره قالت له ان في التحويل جه، قال لها وديه وادي له العقد. طب ما تاكد ماليا ان الفلوس دخلت في حساب النادي الاهلي. ده من التحويل اللي هم اكتشفوا ان هو مش تحويل. هم اكتشفوا ان هو مش تحويل، ده هو طلب تحويل.
طب ما نخلينا كده برضو نشوف مدير الكرة بنادي العين قال ايه يا احمد. اتفضل يا كابتن. وضع رؤوف زيتون مدير الشركة المسؤولة عن تنظيم معسكر الأهلي بالإمارات إدارة النادي في موقف حرج للغاية بقيامه بإرسال خطاب إلى نادي العين الإماراتي لإقامة مباراة مع الفريق الأول كثالث وديات الفريق الأحمر، والتي يستعد من خلالها إلى مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وبدأت الأزمة وفق تصريحات مظهر الصهباني مدير فريق العين الإماراتي لموقع ناديه الرسمي بتلقي خطاب من مسؤول الشركة المنظمة، وطلب خلاله الموافقة على إجراء مباراة ودية مع الأهلي الذي يقيم معسكرا بالإمارات. وعقب قيام مسؤولي نادي العين بإجراء التنظيم والحصول على الموافقة الرسمية من اتحاد كرة القدم الإماراتي على إقامة المباراة الودية، تفاجأ الجميع بإلغاء المباراة دون أي إخطار مسبق. واعتبر الصهباني تصرف مدير إدارة الشركة التي حرصت على التنسيق للمباراة الودية بعيدا كل البعد عن ممارسة العمل الاحترافي وخارج نطاق اللياقة والروح الرياضية. وأعلن مدير الكرة بنادي العين عن تلقيه اتصالا هاتفيا من مدير الشركة الوسيطة عرض خلاله على نادي العين إقامة مباراة ودية بديلة عن مواجهة الأهلي مع الزمالك المصري، لكن الفريق الإماراتي أبدى تحفظا تاما على التعامل مع هذه الشركة. اعتقد ان مدير الكرة في نادي العين ده حوار نشر في جريدة البيان في الإمارات، في البيان وفي الموقع الرسمي، واعيد نشره اللي انت عملته في الاهرام. انا مظبوط كده، اخدته نقلا عن الموقع الرسمي لنادي العين الاماراتي. الراجل وضح فيه حقيقه يعني ايه العين يتقال في كل الصحف الاماراتيه ان هو هيلاعب مباراه مع النادي الاهلي وبعد كده تتلغي. الراجل قال الشركه تعاملت بعدم احترافيه. اذا الشركه ما كانتش عارفه هي هتلاعب مين. يعني انت رايح معسكر، سافرت، اتدربت، طب هلاعب مين؟ هبدا في اول مباراه الكويت لا ما المهندس عدلي قال لك ده عادي، يعني ده شيء بيحصل، يعني كل انا لعبت فيه 15 سنه ما حصلش اللي بيقول عليه ده. 3 مباريات تتغير يا احمد، مع احترام الالقاب، يعني انت بتتكلم في النادي الاهلي، بتتكلم في قمه الكره في افريقيا، تمام. بتتكلم في قمه الكره في الشرق الاوسط، تمام. بتتكلم في قمه الكره والاسم النادي في المنطقه العربيه على الاطلاق، تمام. يعني انت مش بتتكلم في نادي بركه السبع يعني. تمام. يبقى احنا متفقين ان الكابتن حسن حمدي انقذ بعثه الاهلي في الامارات. النادي الاهلي عنده ازمه ماليه حاليا من الفلوس دي، الفلوس دي كانت هتفك له ازمه. بعض اعضاء الجهاز الفني لم يحصلوا على رواتبهم الشهريه في النادي الاهلي. ده شيء طبيعي، كل انديه مصر بتمر بالازمه دلوقتي. خلينا نعبر، ده شيء طبيعي، مش مختلف مع حضرتك. لكن لما النادي الاهلي وافق على ان هو يقسط غرامه باسانياكوس اليوناني بتاعت احمد مجدي اللي هي وصلت $300,000 ياخد $50,000 كل شهر، النادي الاهلي كان رفض هذا. ما فيش فلوس بقى، رفض. وبعدين تجاوبا مع النادي اليوناني عنده ازمه وهنا ازمه، حاول يحصل عليهم. النادي الاهلي محتاج فلوس دلوقتي، ما حدش اكد ان $300,000 دخلت ولا لا. انا بقول يا كابتن مصطفى ان الفلوس ما دخلتش خزينه النادي الاهلي، مش $300,000 بس، ده $135,000 بس اللي دخلت من 550 من 530 من 530 بس. هو ده الرقم. لو ده العقد اللي بنتكلم فيه، ده العقد اللي تم توقيعه في النادي الاهلي، اللي وقع عليه مهندس عدلي واللواء محمود علام. الاداره الماليه شؤون قانونيه ما تعرفش حاجه على العقد. طب الكابتن حسن حمدي عمل ايه؟ كابتن حسن حمدي كان مسافر. لا ما يعني طبعا اكيد رجع وعرف ان الاداره الماليه ما عندهاش فكره عن الموضوع، خدوا ايصال امانه عن ولا الاداره القانونيه عندها فكره عن الموضوع، على هذا الاساس خدوا الايصال. ما هو ما عندوش حل ان هو يضمن حقه الا بايصال امانه. ايصال امانه، وانا كنت كاتب الموضوع ده عند حضرتك. طب ما الموضوع دوت يا ابو حميد ما حلني 2 3 في المحاكم. طب وايه المشكله؟ ما يكون الناس مشيت وناس راحت وناس جت والموضوع خلص. الموضوع ما فيش. لما رؤوف لما الراجل رئيس زيتونه يطلع يقول لك الفلوس مش موجوده، $530,000 ما اندفعوش، هو ما دفعش ولا مليم غير ان هو تكاليف السفر. كابتن حسن المرتجي انتقد المهندس خالد مرتجي انتقد عدد البعثه اللي هو 45 والكابتن حسن يبقى 46. مين اللي انتقد؟ المهندس خالد مرتجي. واعضاء اخرون من مجلس الاداره قالوا ان الرقم اللي مسافره بيه البعثه كبير جدا.
كل هذه انتقادات. دي نقطه ثانيه يا احمد. يعني النادي الاهلي سافر، انا عرفت ان سافر 55 واحد. ما هو مين ال 55 دول؟ ما هو انت حضرتك بتتكلم في فريق لعيبه، فريق 25 لعيب. تمام. في كام ناشئ؟ انا شفت تاحه، تاحه كان مسافر عشان بقى علاج فكان موجود 25 لعيب والجهاز الفني والاداري. كابتن، انت عارف ان الكابتن وائل جمعه تعرض لنزيف في العضله في الامارات في التدليك في المركز اللي كان موجود فيه، وحصل تجمع دموي وده سبب غيابه عن مباراه البن؟ لا انا عايز اقول لك حاجه تانية. يعني الاصابات بتاعه النادي الاهلي بتاعه اللعيبه لازم يتحط عليها 100 خط تحت. الاصابات دي زي ما بيقولوا بيروجوا ده نفسيا واللعيبه تعبانه واللعيبه مجهده واللعيبه ما بتنامش، الكلام ده ضحك على الدقون. الاصابات دي حاصله في الدوري، تمام. كله خلفيه وكله بتاع. يعني يمكن انا ما بعرفش اسكت، يعني انا كنت ناوي ما اتكلمش في الموضوع ده لان هم مش ناقصين يعني، لكن ده يتحط تحتيه مليون خط يا كابتن حسن. انا اشتغلت مع مستر فايسا، تمام، 3 سنين، سنتين في النادي الاهلي وسنه في المنتخب. خلينا في النادي الاهلي، تمام. السنتين يا احمد في النادي الاهلي، وده درس للمدربين بقوله، السنتين في النادي الاهلي يا احمد مفيش مزق، مفيش شد، ممكن اجهاد. عملنا عمليتين على مدار السنتين، فتاء اسامه عرابي وطاهر ابو زيد كان القطع اللي في فخده. ادي العمليتين على مدار سنتين. هو ده التدريب. انا بجيب واحد بديله 15,000 يورو ومبوظ لي 3/4 اللعيبه على فيدالكو. بيقول لك اصل نفسيا اللعيبه تعبانه. يعني انا مع احترامي للعيبه طبعا شيء مؤثر وشيء محزن وشيء عشوب في منتهى الرعب. يعني احنا في اصحابنا واحنا كنت بتدفن ابوك وتروح تلعب كوره، بتدفن امك وتروح تلعب كوره. يعني بلاش حجج، ده اللي انا عايز اقوله. ولادنا الشهداء دول هيتاخد حقهم وعاشوا مأساة اللعيبه. ده كلام. طب ليه 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 ليه, ليه اسمه دوت جده كان كويس؟ هو جده ما كانش مع الفرقه في بورسعيد؟ كان موجود في بورسعيد. مش كده ولا ايه؟ كان في حد تاني كويس في الماتش. يعني وبدل ما مانويل جوزيه يقول افريقيا صعبه، لا انا وقلت الحلقه اللي فاتت يا احمد انا سمعت. اتمنى انه يقول ان هديه لروح الشهداء. ده الكابتن حسن طلبه. هديه مش الشماعه. كابتن حسن طلبه في اجتماع مع اللعيبه. خلاص احنا مش هنعمل، يبقى خلاص متشكرين مع السلامه، ووفر 1.5 مليون اللي بيدفعوا كل شهر، والناس زي انت بتقول ما فيهوش فلوس. مش كده ولا الكلام ده انا غلطان؟ لا يعني. كلام صحيح. في نقط كمان يا كابتن. الكابتن حسن حمدي في اجتماعه مع اللعيبه قبل السفر للامارات طلب منهم ان يبقى لازم في فوز ببطوله افريقيا عشان نروح الشهداء. كابتن حسن طلب بنفسه قال يا جماعه لازم نلعب افريقيا ولازم نكسب لروح الشهداء. ده مهم. الاهلي عنده مباراه يوم 25، هيسافر يوم 23. هو في مشكله دلوقتي ما بين اثيوبيا وموريتانيا، يعني مشاحنات. ان شاء الله تتنقل المباراه افريقيا ينقلوها يعني تتلعب. يعني لو تلعب بره اثيوبيا ده يبقى افضل للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما عندوش لعيبه تسافر، عنده اصابات كتير. 3 متاكدين اللعيبه عندهم اصابات كتير. 3 متاكدين ان هم مش رايحين، اللي هم دومينيك ومتعب ووائل ومين الثالث؟ عبد الله. لا وائل جمعه ومتعب ودومينيك دي سيلفا. ده 3. قول لي حكايه، انت متعايش مع النادي الاهلي، ايه حكايه دومينيك دي سيلفا ده؟ ده من نقره لضحضيره في الاصابات. هقول لحضرتك زي فرانسيس كده. دومينيك دي سيلفا خضع لقياسات بدنيه في معسكر الامارات. دي عملها. دي كان حوار حصل ما بين عبد الظاهر السقا واحمد فتحي، وقالوا المركز، هو عبد الظاهر السقا بيتعالج هناك يعني، فقالوا المركز ده كويس وممكن تجربوه. فاحمد فتحي كلم الدكتور ايهاب علي واقنعه ان اللعيبه تروح تعمل قياسات بدنيه. سافر راح هناك احمد فتحي، دومينيك، محمد عبد الفتاح، وائل جمعه، شريف عبد الفضيل تواجدوا ومحمد ناجي جده تواجدوا في المركز للعلاج. كله عمل قياسات. دومينيك بقى ايه؟ دومينيك عنده مشكله في العضله الخلفيه للقدم اليسرى، ضعيفه عن اليمين، وعنده الاماميه في اليمين ضعيفه عن الشمال. ده شغل فني، ده شغل بتاع لياقه وشغل بتاع دكاتره
ان انا ازاي اهيئ العضله واوصل العضله دي زي اللي بيعمل رباط صليبي. عمل اشعه ازاي يعمل ده؟ بالظبط. عمل اشعه امبارح في خوف في النادي الاهلي ان يكون عنده مشاكل في الغضروف الظهر. في ظهره غضروف الظهر مشاكل هم خايفين. امال هو لما جه ما عملوش عليه تيست وما عملوش عليه الاختبار الطبي وما عملوش عليه اي حاجه من دي؟ لا هو لما جه من تونس جه على مصر، هو المفروض ان هو خضع لفحص طبي، بس اعتقد ان الحاجات دي المفروض تبقى ظاهره في الفحص الطبي. عبد الناصر بيقول لي خضع لفحص طبي. ما هو انا قلت المفروض ان هي ما دام خضع بس الحاجات دي كانت تظهر. ما هي ما ظهرتش، يعني هو في حاجه من اتنين، يا ما اتعملش كشف طبي صح، يا هي جديده. بس هي مش جديده، التقرير اللي طلع من هناك في المركز اللي كان في دبي بيقول ان الراجل ده دي قديمه معاه، هو عنده ضعف. طب ما هي اصل الحاجات دي سهله. في علم التدريب ممكن تتقوى واطالات مع التقويات بس فين وتطول. فين يا كابتن بتتقوى وانت كل مباراتين تخسر؟ كل مباراتين، يعني هو يلعب مباراه ويغيب شهر، يلعب مباراه ويغيب شهر. ده دومينيك. ده بالنسبه لدومينيك. وائل جمعه اللي حصل حضرتك قلت لك اللي هو حصل له النزيف والتجمع الدموي. لا فهمني دي كمان بتاع النزيف. نزيف من ايه؟ تدليك. من التدريب ولا من التدليك؟ تدليك. يعني الراجل اللي بيدلكه بس اللي بيدلكه في الامارات بعيد عن الجهاز الطبي بتاع النادي الاهلي، عشان بس لا بعيد عن الجهاز الطبي النادي بعيد. التدليك اللي حصل ده اللي عرفته انا من الناس لما وصلوا هنا في مصر، فبسال عن وائل جمعه ايه سبب غيابه، قال لك ان هو حصل له نزيف، عمل تجمع دموي، ان هو كان قبل كده عنده مشكله في السمانه قبل ما يسافر. وائل جمعه قبل ما يسافر قبل مباراه المصري، فما راحش المصري، كان عنده شكوى من السمانه واستبعد في مباراه المصري. النادي الاهلي رجع باصابات، رجع بشريف عبد الفضيل، وعنده وائل جمعه بدل ما راح عشان يشفى زادت مشاكله. دومينيك يعني معتاد عليه ان هو ما بين الاصابه والعوده للملاعب. وكان شريف وخف، وشريف اكرامي وخف. شريف اصابته عاديه يعني بتحصل، ان هو بقالك فتره ما بتلعبش او لسه مش عبد الله باين وعبد الله سعيد لا كان عنده عضله اماميه من هنا قبل ما الاماميه. ما هي الاماميه يا خلفيه. ما هي واحده من اثنين، بس دي كانت مزق في الاماميه. ده بالنسبه للعيبه. مباراه البن صعبه. طب قبل ما نروح مباراه البن، اتفضل يا كابتن. ما تيجي نشوف الدكتور قنديل قال ايه معانا في الحلقه عشان تعلق لي عليها. اتفضل يا عم ناصر. اتفضل يا محمد. اتفضل. عايزين نشوف الفرق ما بين الشركه الثانيه والشركه الاولى في الامارات. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء الفل. ازي حضرتك؟ تحياتي للضيوف الكرام. اهلا بيك. اهلا بيك. احنا الشركه اللي احنا عملنا هانسا سبورت اللي هي راعت النادي الاهلي في الماتش الثالث فقط. في الماتش الثالث فقط. الماتش الثالث فقط. اتفضل يا دكتور. احنا كنا دخلنا مع النادي الاهلي، واحنا اللي بعت دعوه للنادي الاهلي باسم الشيخ محمد القاسمي والشيخ سعود القاسمي حاكم الاماره عشان نعمل عندنا المعسكر بالكامل عشان الاحداث اللي حصلت في النادي الاهلي، باعتبار ان انا من عشاق النادي الاهلي والكلام ده. المهم لقينا ان في شركه تانية دخلت في الخط، فانا ابتعدت تماما لما لقيت في عك شويه في دبي. تمام يا دكتور، بعد اذنك لازم نشرح للناس يعني ايه عك، يعني ايه العك اللي انت كنت شايفه يا دكتور؟ العك من بدايته احنا كنا عاوزين نعمل احتفاليه كبيره النادي الاهلي هنا في الاماره عن طريق حكام الامارات. وده اللي اكد عليه الشيخ محمد على فكره. ايوه، وده اللي كنا ابتديناه، اللي انا كنت مخطط ان اول ماتش هيكون في اماره ابو ظبي تحت رعايه الشيخ محمد بن زايد، والماتش الثاني في دبي وتحت رعايه الشيخ محمد بن مكتوم، والماتش الثالث هيكون في اماره راس الخيمه وتحت رعايه الشيخ سعود القاسمي حاكم الاماره. يا دكتور استاذنك عيد الثلاث اسماء دول تاني لو سمحت. احنا تخطيطنا المبدئي ساعه ما ابتدينا وبعتنا خطابات للنادي الاهلي احنا نعمل 3 ماتشات، ماتش في ابو ظبي في نادي في ابو ظبي، في ابو ظبي تحت رعايه الشيخ محمد بن زايد. والتاني محمد بن راشد. والتاني التخطيط بتاعنا نكون تحت رعايه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد في دبي. محمد بن راشد في دبي. والماتش الثالث في تحت رعايه الشيخ سعود القاسمي في راس الخيمه. حكام هذا هو قدر النادي الاهلي.
طبعا. هذا هو قدر النادي الاهلي يا دكتور. اتفضل يا دكتور. احنا ده كله التخطيط بتاعنا. جينا بقى في الماتشين الاولانيين والتانيين لما لقينا ان في ناس اتصلوا بالنادي الاهلي، ولقيت السيد عاطل القيعي اتفق معاهم، فانا ابتعدت عن مين يا دكتور؟ مين اللي اتفق معاهم؟ الكابتن عادل القيعي اتفق مع شركه ثانيه. شركه ثانيه، فانا ابتعدت عن الموضوع وكلمت الكابتن حسن حمدي، فقال لي ازاي ده وبتاع، فقال لي لا، ماتش راس الخيمه ما حدش يلعب. وفعلا الراجل واقف جنبي فعلا فيه، فقلت لهم انا خط احمر بالنسبه لي اللي هو بتاع راس الخيمه، على اساس ان الدعوه طالعه من راس الخيمه والتاشيرات كلها للعيبه طالعه من راس الخيمه وكلها عملناها من راس الخيمه. فما لقينا الوضع كده ابتعدنا تماما عن دبي، عن المعسكر في دبي، وقلنا احنا نستلمهم بعد ما يخلصوا في دبي، احنا يجوا عندنا في راس الخيمه لتأدية الماتش الثاني. الكلام ده هناك ولا هنا كده؟ لا هناك يا استاذ فتحي. الكلام ده تم هناك يا دكتور. الكلام ده تم هناك في دبي. هم بقى لعبوا ماتشين. فوجئت بقى العك اللي انا اقول لك عليه، ان هم كانوا صرحوا انه يلعبوا الكويتي في البدايه بالظبط. طلع الكلام ده غلط، فراحوا جابوا شباب فريق شباب الكويت. شباب الكويت. ثاني حاجه قالوا صراحه انه لعبوا اهل دبي، وطبعا ما حصلش، ولعبوا نادي دبي. والنادي دبي لانقاذ الموقف والكلام ده كله. ولو ان انا عرضت عليهم باتصالاتي ان انا ما ينفعش الاهلي كده، فانا كنت هساعدهم مع الانديه هنا، لان لينا اتصالات كويسه في الامارات. فما لقيت ان الشركه كده عماله تعمل الكلام ده، قلت لهم يا جماعه ابعدوا تماما، مالناش دعوه بالموضوع ده، وخلونا احنا في ماتش النادي الاهلي في راس الخيمه. وتفضل كابتن حسن حمدي حتى جه هنا بنفسه وشاف الوضع طبعا، وهو اللي هيقول لكم ايه اللي حصل. اللعيبه قالت دلوقتي يا شيخ يا دكتور، اللعيبه قالت دلوقتي، اللعيبه يعني. قالت ان احنا سعداء جدا بالمكان، وسعداء جدا بالاستقبال، وسعداء جدا بالفندق. يا بيه انا عملت لهم استقبال رسمي هنا في راس الخيمه، قابلهم الشيخ سعود بنفسه قدامنا دلوقتي، قدامنا على الهواء. وسابلهم في القصر بتاعه الراجل، وكانوا تحت رعايه كامله متكامله، وعملنا ماتش حلو قوي. لو انا زعلان يعني انه اتغلب، انا كنت عاوز اكتر ان احنا نغلب طبعا، لكن anyway دي كوره. وطبعا انا كنت مع اللعيبه والحمد لله يعني اتشملوا برعايه، وده قدر النادي الاهلي اكيد. وانا من الناس رعيل بتاع الخطيب، وكنت من الناس اللي كنت تملي في النادي الاهلي. ربنا يشفيه ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. راجل حبيبي دكتور قنديل، اولا بنشكرك على اللقطات اللي انتوا اهدته لنا ديت من قناه راس الخيمه، يعني شكر جزيل خاصه لهنا القاهره على مودرن سبورت. والكلام اللي حضرتك قلته اول مره يقال في مصر، الكلام الكبير اللي حضرتك قلته دوت، ان كان هناك 3 مباريات، واحده تحت رعايه الشيخ محمد بن زايد ابو ظبي، واحده تحت رعايه الشيخ محمد بن راشد المكتوم، واحده تحت رعايه الشيخ سعود. ما ده التخطيط الاولاني، كان ده التخطيط الاولاني، لكن المهندس عادل القيعي راح للشركه الثانيه. مش الكلام ده مظبوط؟ مظبوط، اتفق معاها. انت راح اتفق معاها لدرجه ان خلاني اتفق من الماتش الثالث من خلال الشركه الثانيه. فانا بعد كده ما لقيت ان العكس كده، اتصلت بالكابتن حسن، فكابتن حسن قال لي لا خلي، فعملت التعاقد بعد كده مع النادي الاهلي بالنسبه للماتش الثالث فقط، حتى خليتهم يتنازلوا على الكلام ده على العقد الاساسي بتاعهم، ومضيت انا عليه، وعندي الاوراق اللي تثبت الكلام ده. دكتور قنديل، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا التوضيح للشعب المصري ولجمهور النادي الاهلي والجمعيه العموميه في النادي الاهلي والساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي اللي ما سافروش وما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده. بشكرك شكرا جزيلا. احمد، ده بيؤكد ان الكابتن حسن حمدي هو اللي انقذ سمعه النادي الاهلي في الامارات، وده الكلام اللي انا قلته. قلت الكابتن حسن حمدي، لولا تدخل الكابتن حسن حمدي في الامارات كانت الفرقه او البعثه كلها ما عرفتش ترجع. مفيش فلوس.
يعني النادي الاهلي راح من راس الخيمه عشان ياخد 240,000 دولار وتتخصم من العقد وتتحل. هو ده 240 لو اتخصموا من 530 يبقى باقي 290 على 60 بتوع الفندق اللي هم 350,000 دولار ايصال الامانه اللي وقع عليهم رؤوف زيتون. رؤوف زيتون هم هي كده، هي الحسبه كده. لكن الكلام اللي قاله المهندس عدلي قال ان احنا قلنا المباراه الثالثه تبقى في راس الخيمه. والراجل بيقول الدكتور انديل بيقول لا، ده الاتفاق مع الكابتن حسن وفي الامارات مش هنا. يعني والفرقه بعد ما لعبت الماتشين يعني خلاص، هو الراجل بيقول لك انا شفت المعسكر رفعت ايدي. كان بيلعب مباراه في ابو ظبي ودبي وراس الخيمه تحت رعايه 3 اسماء حكام كبار في الامارات، محمد الراشد ومحمد مكتوم ومحمد زايد ومحمد مكتوم وسعود القاسم. طيب الاهلي قال ان هو لم يتلقى هذه العروض دي، يعني كان هيعملها الدكتور انديل ولا الانديه اللي احنا قلنا عليها برعايه الشيخ محمد والشيخ سعود والشيخ محمد؟ طب ما هو المفروض ما انا موجود في الامارات ما اتفق. بالظبط، ده اللي انا بقوله يعني. ما انا موجود هناك في الامارات اتفق بقى، اروح اقعد. طب انا عايز اخد رايك في حاجه يا ابو حميد. اتفضل يا كابتن. هل النادي الاهلي محتاج وسيط عشان يعمل له ماتشات؟ حضرتك هذا النادي الكبير محتاج كوبري عشان يعدي عليه عشان يعمل ماتشات؟ وانت راجل متعايش في النادي الاهلي او كلنا نعرف قدر النادي الاهلي. هو التعامل مع معسكر النادي الاهلي هو مش قصه كوبري، هي القصه كانت ان تبقى شركه مسؤوله عشان هيبقى في تكاليف شركه تسوق. اعتقد الموضوع ده لو اسند لوكاله الاهرام كان الموضوع اختلف تماما. كان عندك كل الفرق، كان عندك اعلانات في الملعب، كان عندك بث للمباريات على القنوات المصريه. يعني هي المباراه الاولى كان عندها مشكله ان هي تذاع اليمين وما كانتش هتذاع واتدخلت قناه الاهلي وذاعتها. المباراه الثانيه اتباعت بس ما خدش يعني الراجل ما عرفش حصل ولا لا، بس على حسب كلامه ان هو ما حصلش حاجه. المباراه الثالثه لما راحت راس الخيمه فعملت الضم قناه راس الخيمه مع مودرن سبورت. يعني احنا ما بنهاجمش حد، بس احنا بنتكلم في ان في مشكله في معسكر الاهلي، في 350,000 دولار المفروض يحصل عليهم النادي الاهلي. هو ده اللي بنتكلم فيه، ما بنتهمش حد. يعني ما فيش حد بنتهمه بالعين، بس لازم يبقى فيه توضيح من النادي الاهلي. نعترف ان الكابتن حسن حمدي تدخل انقاذ المعسكر، تدخل انقاذ المعسكر. طب خلينا قبل ما اروح الامارات، دلوقتي معانا تليفون مهم جدا من صحفي كبير. هو ده اللي خلى نادي الزمالك ما يروحش الامارات؟ هو ده اللي خلى نادي الزمالك يطلب فلوسه قبل ما يسافر. عمرو الجنايني عضو مجلس اداره قعد مع الشركه قال لهم المفروض فلوسنا كامله. قال لك طب نسافر هناك؟ قال لك لا، تراجع الكابتن حسن، السودان، بعد كده اسكندريه، بعد كده الزمالك في مصر. يعني طيب خلينا يا ابو حميد نروح للاستاذ علي معالي الصحفي الكبير من الاستاذ علي. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن مصطفى، وانتم طيبين. وانت طيب. استاذ علي، يعني عايزك تحكي لي كده عن وجود فتره بتاعه النادي الاهلي في الامارات في المعسكر، وما احاط البعثه من لغط ما بين مؤسسات، ما بين شركات، ما بين ناس مسؤوله في النادي الاهلي. والله هو يعني اولا الاهلي لما جه كان العشم كبير انه يلعب مع في البدايه مع انديه كبيره، يعني ولتكن منافسه على الدوري، ولتكن منافسه او فرق جايه من بره ذات مستويات قويه، على اساس ان الاهلي دايما عودنا حتى في اي معسكر او اي مباراه بيعملها بره مصر بيكون وضع له شروط ووضع له حدود معينه في المقابل المادي، حدود معينه حتى في الانديه اللي بيقابلها. لكن واضح ان المعسكر ده تحديدا كان له ظروف وله وضعيه خاصه، لم يكن هناك الاهتمام الكافي باسماء الفرق التي سيلاقيها الاهلي بقدر ما هو خروج الاهلي من الازمه النفسيه التي كانوا يعاني منها في القاهره في ظل الظروف اللي الكل يعلم بيها. علشان كده لما كان اتفق النادي حسب معلوماتي، كان كلمت مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره انهم هيلعبوا 3 ماتشات، مش مهم الاسماء اللي يلعبوا معاها ايه. وعلشان كده اعتقد ان الشركه اللي كانت متوليه المعسكر ما كانش يهمها برضو الا انها توفر 3 ماتشات فقط، مع طبعا مع الاماكن الخاصه بالتدريبات، ودي كانت ميسره على مقربه بتاع مثلا 300 متر او 500 متر من المعسكر من مقر الاقامه. عشان كده لقينا ان الفرق اللي كان مفترض يقابلها الاهلي تغيرت اكثر من مره،
كان المفترض مثلا في البدايه يقابل الكويتي. بس استاذ علي الكويتي ما عندوش فكره عن الماتش، ما حدش قال انه هيلاعب الكويتي يعني. هي حقيقه، وبرضه حتى لما سالت انا الاهلي دبي برضه عشان خاطر كان هيلعب المفترض يلعب معهم، بتوع اهل دبي حتى في ظل وجود الاهلي ما كانش يعرفوا بهذه النقطه. ظهرت مفاجاه اخرى برضه ان نادي العين هو اللي طلب انه يقابل النادي الاهلي، ولكن كان وقتها الشركه نفسها حددت ميعاد مع فريق اخر وهو نادي دبي، وهو اخر ترتيب فرق الدوري، وبناء عليه اعتذرت الشركه عن عدم ملاقاة الاهلي مع العين. حتى بعدها بكم يوم اصدر العين بيان ان حتى الشركه نفسها لم تعتذر لنادي العين عن المباراه بشكل رسمي، على الرغم من العين طلب ملاقاة الاهلي بشكل رسمي. الشركه قالت انها مش يعني ما فيش وقت للاهلي، وحدد ميعاد اخر مع نادي دبي، ولم تعتذر بورقه رسميه كما فعل نادي العين لما ارسل طلب رسمي عشان يلاقي فيه الاهلي. المباراه الوحيده اللي كانت محدده سلفا وهي مباراه الفريق نادي الامارات، وهو حاليا في المركز تقريبا التاسع او العاشر في الدوري، ودي كانت محدده في راس الخيمه، ودي اعتقد كان لها شركه اخرى او طرف اخر غير، يعني انا حسب ما رؤوف زيتوني، غير رؤوف زيتوني غير رؤوف زيتوني او دكتور انديل اللي عامل الماتش عليه. مظبوط تمام. وبناء عليه كان حتى الماتش ده تحديدا كان حاكم اماره راس الخيمه كان متدخل فيه، الشيخ سعود بالظبط. وكان في تدخلات غير الشركه اللي عملت الماتشين الاولانيين، وبالتالي هو المعسكر بشكل عام حسب ما قيل وحسب ما سمعت طبعا من ان كان في يعني حاله شد وجذب في الفلوس او عدم الفلوس، لكن من الجهه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه البدنيه انا شايف ان الاهلي استفاد جدا من المعسكر ده، بعيدا عن خسائر وعدم خسائر، لكن كان فعلا الاهلي كان محتاج مثل هذا المعسكر في اللعيبه كانت محتاجه تخرج من حاله الاحباط اللي هي فيها. وده اللي انا لاحظته، يعني انا قابلت اللعيبه من اول يوم ما جم لحد اخر يوم ما مشوا. خليني اقول لك 80% من الحاله النفسيه والحاله الذهنيه والحاله حتى البدنيه للاعبين عن الوصول حتى الرحيل كان مختلفه تماما عن كل دل اعضاء الفريق، وده اللي كان الهدف من المعسكر في النهايه. طيب استاذ علي، احمد عايز يسالك، اتفضل يا احمد. استاذ علي اخبارك؟ الحمد لله ربنا يخليك. كل سنه طيب. بس انا هسال سؤال، الصحافه الاماراتيه لم تهتم بوجود النادي الاهلي في الامارات على عكس المعتاد. خليني اقول لك الاوضاع بشكل عام برضو يجب ان نعترف ان اللي بيحصل في مصر مأثر على كل الاجواء، حتى الاجواء الرياضيه في مصر، حتى متابعه الاهلي ومتابعه المنتخب الاولمبي قبل الاهلي برضو لم تكن مثلما عهدنا في الفترات السابقه، مش في جريده الاتحاد فقط ولكن كان في كافه الجرائد الاماراتيه، وكان في التوقيت ده برضو في اهتمامات اخرى كبيره في الرياضه الاماراتيه. دبي زي ما انتم عارفين بتنظم تقريبا كل يومين 3 حدث عالمي، والدوري المحترفين له اهتمام قد يفوق اي فريق بياتي للامارات، وده المعتاد في دول الخليج كلها مش في دوله الامارات فقط، حتى لما بتشوف بس استاذ علي جزء من تسويق الشركه اللي بتنظم، يعني جزء منها ان هي تسوق النادي اللي هي بتنظم له اعلاميا، المفروض ان يبقى في تعامل. ده كان احد سقطات، مش هقول لك الشركه اللي نظمت معسكر الاهلي، هي كان احد سقطات برضه الشركه السويسريه اللي نظمت معسكر المنتخب الاولمبي، كانت في اول مؤتمر عملته بدون ان يعلم اي صحفي في الصحافه الاماراتيه كلها ان في مؤتمر هيتعمل للكابتن هاني رمزي والمدرب منتخب رومانيا. المؤتمر الثاني كان الكابتن هاني رمزي ومدرب منتخب اوزبكستان، الى حد ما بدانا نعرف وبدا يتواصل معنا. الشركه بتاعت برضه الاخ رؤوف زيتوني برضه ما كانش تعرف يعني كيف تتواصل مع الاعلام، احنا اللي بدانا نتواصل معاه ونتواصل مع الشركه بشكل عام. ده برضه يعني قد يكون للاستاذ رؤوف زيتوني وعذر فيه انه المعسكر نفسه حصل يعني في وقت قصير، ووقت انا بعتقد انه مفاجئ ليه، وانتقاله من اجواء الاعلام يعني في مصر اللي خلينا نقول ان الاعلام دائما هو اللي بيتهافت وراء الاهلي والزمالك وراء الانديه المصريه في اي اساس، بالظبط. لكن في الخليج الوضع بيختلف شويه، وده اللي كان يجب ان يراعيه او تراعيه اي شركه تقيم اي معسكرات في دول الخليج بشكل عام. طيب علي، انا عايز بس اسالك سؤال اخراني وترد عليا بايجاز شديد جدا. زي ما انت ما قلت في سياق حديثك ان لعيبه النادي الاهلي خرجوا الى حد ما من الحاله اللي هم فيها في رحله دبي، الكلام ده مظبوط؟ مظبوط، بصرف النظر عن النتائج وعن الفلوس. ده اهم حاجه كان، هو ده يكفي ان اللعيبه يخرجوا من الحاله اللي هم فيها. استاذ علي معالي من الامارات، شكرا جزيلا لك. عايز تقول ايه تاني يا احمد؟
عايز اقول ان النادي الاهلي الاهلي خسر بالسفريه دي، خسر معنويا، خسر اسما. ما اعتقدش اسما، ده اسم النادي الاهلي كبير يعني. بالظبط. هو النادي الاهلي لازم يبقى فيه يتعلم من اللي حصل في معسكر الامارات. لازم ما يخرجش اي مباراه الا لما يكون واخد فلوس الاول، لان في ازمات كبيره في كل الدول. لازم النادي الاهلي يضمن حقه قبل ما يسافر. على الاقل لو 300,000 دولار كانوا يتحولوا بشكل جدي كان النادي الاهلي يسافر هناك وما حصلش عنده مشكله. هو تنفيذ بنود العقد. يعني هو ده كان العقد، وده اللي خلى الزمالك يتراجع. طيب احنا عايزين نخرج من الموضوع ده. وبرضه يا استاذ عبد الناصر، لو اي حد عايز يرد من النادي الاهلي يخش يقول، يوضح للناس عشان ما نبقاش وان واي، عشان نجيب الراي والراي الاخر زي ما بيقولوا. وده يعني اتمنى ان حد، الاستاذ جمال جبر، الاستاذ مهندس عادل القيعي، المهندس هادي خشبه، اي حد من النادي يرد. لو عنده اي استفسار او اي حاجه يسال، يقول لنا والله الكلام ده غلط، الحقيقه 1 2 3. احنا ما عندناش مانع في الكلام ده لحد ما نشوف حد هيتدخل ولا مش هيتدخل. وما اعتقدش. عايز اروح لحديث الساعه. يعني انا مش عايز اقول وجهه نظري، يمكن وجهه نظر تبقى مجروحه لحد ما يا احمد. هي الاحاله وما حدث في بورسعيد وما يحدث الان في بورسعيد من اعضاء مجلس الشعب ومن الجمهور ومن ردود الافعال والتباطؤ في عقوبه النادي المصري. بص يا كابتن، اللي حصل في بورسعيد يعني بعيد عن الرياضه. ده موضوع الجميع متفق فيه. احاله 75 من المتورطين في مذبحة بورسعيد إلى محكمة الجنايات قرار صائب من النائب العام. هو وصف الكابتن حسن حمدي بأنه هو القرار القوي خلال الفترة الأخيرة، وشكر جهات التحقيق بعد القرار وقال هي دي كانت وجهة نظر النادي الأهلي، أنه هو يتبع الطرق القانونية. وهيكون في اجتماع خلال اليومين المقبلين مع أسر الشهداء والألتراس لمعرفة كل المتطلبات المرحلة المقبلة. القرار الإحالة لما صدر من مكتب النائب العام أنهى مسيرة الألتراس أمام مكتب النائب العام. خلاص هم الناس كانت عايزة يبقى في خطوة عملية وبقت في خطوة عملية. اللي بيحصل دلوقتي من بورسعيد بقت القصة دفاع، كل واحد بيدافعه بس. مش مشكلة بدافع عن صح ولا غلط، بس بدافع. الناس في نواب مجلس الشعب في بورسعيد بتطلع تدافع عن مدينة بورسعيد لأن هم عايشين في بورسعيد. الناس في النادي الاهلي بتتكلم في حق ان هم تعرضوا لظلم والناس عندهم ماتت. هي القصه بقت دلوقتي كل واحد بيدافع عن المنطقه اللي هو فيها. لكن اعتقد ان القضاء يعني اسراع في حكم قضائي خلال فتره وجيزه باحكام اعدام هينهي كل يعني انا عايز اقول لك حاجه. احنا يعني كلمه اسراع دي خطا. هو مش خطا. انت بتتكلم في 75 واحد، بتتكلم في ناس ماتت، لازم ادله دامغه ان الناس دي قتلت، عشان ممكن الناس تاخد اعدام، ممكن الناس تاخد 10 15 سنه. كابتن مصطفى حضرتك في حته الاسراع دي برضو يعني لازم نخلي القضاء ياخد راحته. مش اسراع ان انا بضغط على المحكمه. لا، هو المفروض ان انا ممكن يعني اخلي اجراءات سريعه. بس هي القصه مش اسراع ان انت لا بكره تعمل، لا هي اسراع بس في الاجراءات. تبقى الجلسات حضرتك مش طلعت في اول حلقه اتكلمت وقلت ان في مجرمين؟ طبعا في مجرمين ونص. طب لما الناس تموت، ما ده اجرام. بالظبط. هو أنا اللي سبق 71 حاله او شهيد في النادي الاهلي، هو ده اللي حصل. لازم يكون. طب احنا عايزين برضو الناس تتواصل معانا على التليفون. اي حد معانا. الاستاذ سعد بدر من بورسعيد. استاذ سعد مساء الخير. الو. فصل. طيب شوفوا لنا تاني، يتصل تاني يعني. اتفضل يا احمد. فبتكلم مع حضرتك ان النادي الاهلي تعامل مع هذه القضيه بحياديه. هو ده. طب معلش يا ابو حميد. ايمن مساء الخير يا ايمن. مساء الخير يا كابتن مصطفى. ايمن عيد مراسلنا بورسعيد، طمنا على بورسعيد، قال ايه اخبار عندك بعد قرار الاحاله؟ كابتن مصطفى، قرار الاحاله طبعا كان اسعد الجميع في بورسعيد، ولكنه لم يخمد ثوره الاهالي. الاهالي المحبوسين واهالي الذين تم تحويلهم الى محكمه الجنايات. كابتن مصطفى، بالامس امرت نيابه بورسعيد برئاسه المستشار سامع ديلا الافراج عن 8 اشخاص من ضمن المحبوسين. ده بيؤكد يا ايمن عداله القضاء وعداله النيابه يعني. بالفعل يا كابتن مصطفى، النيابه كابتن مصطفى لم تحيل اي شخص
الا بشبهه الاتهام. يعني لو جزء بسيط من شبهه الاتهام يتم احالته، والقضاء هو له الفصل الوحيد في التبرئه او الادانه. 8 اشخاص يا كابتن مصطفى كانوا: ايهاب جمال، محمد كمال الحسيني، احمد جابر علي، محمد السعيد ابراهيم، اسلام علي حامد، ابراهيم عويس، احمد زعلوك، وائل فوزي. اعمارهم قد ايه يا ايمن؟ دول اعمارهم يا كابتن مصطفى 17 سنه و18 سنه 21 سنه. ما دي الكارثه. كابتن مصطفى من حوالي اسبوعين لما كان الكابتن فاروق جعفر مع حضرتك كنا قلنا ان اعداد المتهمين سيكونوا من ضمن 55 او زياده. 61 متهم يا كابتن مصطفى، تمام، غير ال9 قيادات امنيه، غير ال3 مسؤولين عن النادي المصري. يعني كده 73 واحد. اللواء عصام سمك مدير امن بورسعيد السابق، اللواء عبد العزيز فهمي حسن مدير اداره الامن المركزي للقناه، اللواء محمود فتحي محمد عز الدين نائب مدير الامن، اللواء كمال علي جاد الرب مساعد مدير امن بورسعيد للامن العام، اللواء ابو بكر احمد هاشم مساعد مدير امن بورسعيد. العميد مصطفى صالح الرزاز ده كان مخلي سبيله يا كابتن مصطفى في التحقيقات، ده مدير مباحث بورسعيد السابق. العقيد هشام احمد سليم ايضا كان مخلي سبيله مفتش الامن العام. العقيد بهي الدين زغلول ايضا كان مخلي سبيله مدير اداره الامن الوطني. العقيد محمد سعد وده كابتن مصطفى اللي كان معاه مفتاح البوابه الخاصه لجمهور النادي الاهلي. مش ده اللي قال له انت تمسك البوابه دي والبوابه الثانيه الناحيه الثانيه؟ ايوه بتاع البوابتين. الثلاث مسؤولي النادي المصري يا كابتن مصطفى: اللواء محسن مصطفى شتا المدير التنفيذي للنادي، محمد صالح دسوقي وشهرته البرنس ده ما زال هارب يا كابتن مصطفى، مشرف الامن مشرف امن الاستاد. توفيق ملكان مهندس الكهرباء والاذاعه. عشان الكهرباء اللي اتطفت. تفصيلا للاسماء يا كابتن مصطفى للمحالين، هنلاقي حضرتك يا كابتن مصطفى في 2 يحملون الجنسيه الفلسطينيه. 2 الجنسيه الفلسطينيه؟ ده من مقيمي بورسعيد، يحملونها في بورسعيد. هشام البدر محمد محي الدين 47 سنه صاحب مخبز. ده مين قالوا فيه صاحب مخبز؟ هو ده اللي حرض ال 800 اللي بيقولوا عليهم ولا مش ده؟ لا لا اللي حرض الناس في اول يوم يا كابتن مصطفى كان اسمه الدنف. اسمه الدنف؟ الدنف. الفلسطيني الاخر محمد مجدي البدر محي الدين. هنلاقي كمان يا كابتن مصطفى حسن محمد المجدي ده من يعني من المنزله الاهليه. احمد رضا محمد احمد 19 سنه من اليوبيه. دول 4 اشخاص من خارج بورسعيد. والباقي كله من بورسعيد. الباقي كله من بورسعيد. كابتن مصطفى في 73 اسم خاصه من رقم 1 لرقم 61 دول المتهمين. بعد كده نلاقي القيادات الامنيه و3 مسؤولين الاستاد. في منهم 10 تم اخلاء سبيلهم من حوالي 10 ايام وتم ادراج اسمائهم في المدرج اسمائهم لمحكمه الجنايات. يعني افرج عنهم ورجعوا تاني. في 7 يا كابتن مصطفى هاربين لم يتم العثور عليهم الى الان. 7 هاربين ما اتحقق معاهم ولا ما اتحققش ولا هم هربانين من الاول؟ هربانين من الاول. مطلوب ضبط واحضار. ايوه، يضاف اليهم محمد البرنس اللي هو مسؤول عن الامن للنادي المصري. 7 هاربين هم كابتن مصطفى: طارق عصران، عبد العظيم عبده، محسن محمد الشريف، عادل حسن حاحة، وائل يوسف محمد دسوقي محمود علي صالح. قول لي دول كلهم من بورسعيد؟ لا يا كابتن مصطفى، دول في منهم من بورسعيد وفي منهم من خارج بورسعيد. اعمارهم تتراوح من كام لكام يا ايمن؟ من فوق ال20 يا كابتن مصطفى. من فوق ال20. يعني حتى تلاقي حضرتك كل الاسماء. طب قول لي ايمن، المسيره كان شكلها النهارده في بورسعيد وايه طلباتهم ايه يعني؟ المسيره يا كابتن مصطفى النهارده كانت مسيرتين. المسيره الاولى كانت في شارع محمد علي وهي سموها جمعه حرق العالم الكيان الصهيوني، ذلك تعبيرا عن غضبهم لما ما يورثه الكيان الصهيوني بممارسات عنيفه.
لإزاحة دماء الشهداء والأطفال الأبرياء. تم إحراق العلم يا كابتن مصطفى، تم صنع 50 علم للكيان الصهيوني يا كابتن مصطفى، وتم وضع الأقدام عليه، بعد ذلك حرقهم وحرق العلم الكبير. والمسيرة الثانية؟ المسيرة الثانية كانت محبي وجماهير النادي المصري وكذلك الألتراس وأهالي المحبوسين. بدأت بعد صلاة الجمعة من عند الاستاد، طافوا شوارع بورسعيد، تجولوا بأعداد غفيرة جدا يا كابتن مصطفى. قدامنا على الشاشة. يعني كانوا حوالي النهارده أكتر من 15,000 يا كابتن مصطفى، أعداد غفيرة جدا تطالب بالقصاص العادل والمحاكمة العادلة، وكذلك الأهالي والشباب يا كابتن مصطفى يطالبون بالعدل في الحكم على زملائهم، واثبتوا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. ده اكيد وطلبوا القضاء العادل. طب ايمن انا قريت خبر الاسبوع دوت ان لاعيبه المصري او المسؤولين في بورسعيد او في النادي المصري، خلينا نخرج بورسعيد من اللعبه، هم بيسالوا هم ليه ما دخلوش الدوره التنشيطيه؟ كابتن مصطفى، النادي اذا تحدثنا عن النادي المصري الان يا كابتن مصطفى، فالنادي المصري الان 11 لاعب فقط في التدريبات. الجميع يسأل لماذا لم يدخل النادي المصري الدورة التنشيطية، وهذا تساؤل يجيب عنه وحده اتحاد الكرة المصري. الجميع في بورسعيد يستعدون للتدريبات. يا ايمن العملية مش محتاجة الاتحاد المصري ولا مجلس الامن ولا مجلس الوزراء، ده 75 واحد ماتوا، يعني انت بتتكلم في. وبعدين لما يحال مدير عام الاستاد ومدير الإضاءة، يعني هناك إدانة للاستاد، فبالتالي هناك عقوبة. إذا طبعا يا كابتن مصطفى. طيب يبقى يعني سؤال غريب، يعني ردهم يا كابتن مصطفى ان التحقيقات اخذت طريق ثاني، ان كان محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري كان في الاول كان شاهد، بعد كده أدين، فهم رأوا ان ذلك التحقيقات اخذت طريق ثاني بإدانة النادي المصري وإدارته. فذلك ايضا ان المسيره النهارده كانت بتطالب بكده، ان النادي المصري دخل بشبهه ادانه، فهم خايفين من العقوبات اللي هتوقع النادي المصري. النهارده كمان حتى لو مش ده موجود، طبعا احنا لا نتدخل في النيابه ولا في القضاء، حتى لو ده مش موجود لازم يبقى في عقوبه على النادي المصري، وفي عقوبه في الاستاد اللي بات فيه 74 واحد. يا جماعه انا عايز اقول حاجه لاخواتنا واهلنا ببورسعيد، انا شايف من وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها على راي كابتننا الكبير كابتن مدحت شلبي، ان من منتهى الخطوره ان لاعيبه المصري يلعبوا كره دلوقتي في اي حته في مصر، مش عشان عقوبه او مش عقوبه، انا بتكلم عشان خوفا عليهم، مش عايزين مجزره تانية. هي دي القصه. كابتن مصطفى، ردا على حديثك هذا ورايك هذا، يعني في مقوله من اعضاء الجمعيه العموميه ان هم بيقولوا ان مثلا اللي خايف على بورسعيد او على الفريق بتاعها او النادي المصري او اللعيبه بتاعه المصري، يعني كده العمليه بتزيد. هم مثلا عايزين القصاص العادل، عايزين اهم حاجه العقوبه تتنفذ، تمام، بس ما يكونش ليها مساس بوجود النادي المصري في الدوري الممتاز. ده اهم مطالبهم يا كابتن مصطفى. وكمان بيطلبوا من الاعلام ان الاعلام يعني ما يصيرش كتير تسريب لخبر العقوبه يا كابتن مصطفى، لان كل ما كان في تسريب لخبر العقوبه على النادي المصري ده بيشعل الجماهيري هنا يا كابتن مصطفى. ويوميا يا ايمن انا هسالك اخر سؤال عشان نطلع لتقرير الشارع بتاع في بورسعيد. لو هناك قرار تاني يوم المباراه بتجميد نشاط النادي المصري لمده 5 سنين، كان حد يتكلم؟ لا. لو قلنا المصري ينزل للدرجه الاولى كان حد يتكلم؟ كده كابتن مصطفى، الجماهير يوميا لا تهدأ، لان عموما النادي المصري بحبهم لبورسعيد وللنادي المصري، لان هم بيعتقدوا النادي المصري هو يعني اول حاجه عندهم تشجيع النادي المصري. كذلك بيربطوا دوت بحديث الاستاذ محمود بجانيد مع الكابتن مدحت شلبي لما قال ان الانديه الشعبيه النادي المحافظه بتاعهم يعد الروح. احنا ايمن احنا نعشق نادي بورسعيد، نعشق نادي المصري، اللعيبه من ايام كابتن ضزوي واحنا في علاقه قويه جدا بيننا وبينهم. يعني احنا حتى كرياضيين او كاصحاب بنعشق بورسعيد، ده موضوع منتهي ما فيهوش مجادله ولا ما فيهوش اي حاجه. لكن هناك مصيبه حصلت في النادي المصري، هناك كارثه حصلت، في ناس ماتت وفي ناس اتقتلت، في اولادنا، في امهات وفي ابهات يا ايمن.
فارجو ان جماهيرنا بورسعيد تهدى لمصلحه مصر. شكرا يا ايمن. نروح لتقرير الشارع في بورسعيد وارجع لكم تاني مع الاستاذ احمد. شايف اللي جاي ازاي يا كابتن لمستقبل الكره المصريه؟ والله انا عايز اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، اولا برحب بيك يا شريف وبرحب ببرنامج الكابتن مصطفى يونس هنا القاهره. وانا بالمناسبه عايز اشكر الكابتن مصطفى يونس على موقفه المحترم الهادئ. وتقييم، انت بتسالني عن تقييم المرحله اللي فاتت، انا عايز اقول لك تقييم المرحله اللي فاتت من خلال الكلمه اللي انا بقولها للكابتن مصطفى يونس، ان انا بشكره على هدوءه، لان كانت تتطلب الهدوء والحكمه والحنكه، ودول كنت متوفره في بعض الاشخاص منهم الكابتن مصطفى يونس، وده مش غريب عليه. لكن انا بعتب على البعض الاخر الذين يجلسون على المنضده او على الديسك امام الفضائيات وامام الشاشات، ان هم ناس انا بعتبرهم ناس متهورين لان هم بيحاكموا شعب مصر كله، مش بيحاكموا فئه معينه او بيحاكموا اهالي بورسعيد زي ما بيقولوا او شعب بورسعيد. لا، احنا كلنا شعب واحد، احنا شعب مصر. انا واحد من الناس ابن من ابناء النادي المصري، غير راضي تماما على اللي حدث يوم مذبحه بورسعيد مع المصري والاهلي. لكن انا عايز اقول لك انا مش عايز يعني اعاقب الكل بسبب والبعض المأجور، البعض القله القذره المجرمه. دول الناس كلها بتطالب بالقصاص، وانا ابصم بالعشره ان احنا لازم كلنا مع بعض نطلب بالقصاص. احنا بنطلب القصاص للشهداء، بس بعض الوقت يعني بعض الاعلاميين مش هقول اسامي، يعني هم عارفين نفسهم كلهم طبعا، يقطعوا بورسعيد ويقولوا اهالي المجرمين بورسعيد والقتله والشعب القتله. يعني يبص نفسهم اول، يعني كان في ناس هنا بييجوا يقعدوا هنا ويتغدوا هنا، وكانوا ييجوا يقعدوا مع ناس معروفين في بورسعيد، والكلام ده كل اهالي بورسعيد شايفينهم، بس احنا مش هنتكلم طبعا عليهم، يعني مش مستنيين اصلا احنا نتكلم عليهم اصلا. وان شاء الله يعني نجيب حق النادي المصري برضه. وفي اعلاميين بيقولوا يعني احنا مش يعني فاضيين اللي احنا نرجع كامل ابو علي. طبعا فاضيين اللي احنا نرجع كامل ابو علي، عشان ده عايزين النادي المصري هو اللي يرجع. كامل ابو علي ان شاء الله راجع، وان شاء الله الحياه تستقر ان شاء الله. الناس كلها زعلانه والناس كلها طالعه بتتكلم عن بورسعيد كلام وحش. انا راجل بورسعيدي واهلاوي وبشجع الاهلي، ما بشجعش المصري، بس برضه يوم لما حد يتكلم على بلدي بورسعيد كلمه وحشه او يقول على الشعب حاجه لازم الناس كلها تقف. يعني انا طبعا برحب ببرنامج هنا القاهره في بورسعيد، ويعتبر طبعا انا بشكر الكابتن مصطفى يونس بصراحه لمتابعته الاحداث بصدق. واحنا طبعا بنقول ان اللي حصل في بورسعيد دوت طبعا مجزره بمعنى الكلمه، بس طبعا بعيد خالص عن النادي المصري، لان طبعا النادي المصري ده كيان كبير جدا ومن اقدم الانديه في مصر كلها، تاسس 1920. فانا بقول ان دي اللي حصل دوت دي مؤامره كبيره جدا حصلت على بورسعيد، ما يروحش ذنبها شعب بورسعيد دوت شعب قاسى وشعب اتهجر وشاف برضو بعض الصعوبات كتيره جدا جدا في الحياه اللي احنا شايفينها دي، حتى من النظام الاخير دوت. فاحنا انا بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله احنا كمدرب بورسعيدي حتى بطالب بالقصاص من طبعا، وبعزي اهالي الشهداء، وبنقول ان شاء الله يعني الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ارجو ان انتم ما تذبحوش النادي المصري، لان النادي المصري ده كيان، ارجو وبطالب ان النادي المصري ما يتذبحش. مرة تانية في هنا القاهرة على قناة مودرن سبورت، القناة الأجمل والأحلى. أبو حميد، يعني تعليقك على اللي سمعته بورسعيد. هو واضح إن الناس متعاطفة مع شهداء النادي الأهلي. طبعا أكيد. كله بيقولوا القصاص، وده تحسب لشعب بورسعيد. ده حقيقي. وهم كمان في الناحية التانية بيقولوا إن النادي المصري ما يهبطش، أو النادي المصري ما يتوقعش عقوبة، وده على عكس اللي بتطلبه جماهير النادي الأهلي. هي دي حاله يعني النادي المصري دلوقتي بعيد عن بورسعيد مالهاش علاقه بالموضوع. بورسعيد دي احنا بنتكلم على النادي، بنتكلم في رياضه، في كره قدم يبقى النادي المصري. اتحاد الكره في ازمه، وكان الكابتن سمير الزاهر عمل تصريحات تلفزيونيه قال لك القرار هيبقى سياسي اكتر منه رياضي. مصر مش محتاجه تخسر بورسعيد، ده موضوع مش هنختلف فيه. لكن حضرتك قلت لو اتحاد الكوره السابق او المستقيل او المقال لو كان عمل عقوبه فوريه
كان الموضوع اختلف تماما وكان مستمر، وكانت المسابقه استمرت، وكان عمل قوه للامن، وما كانش خلى شكلنا وحش جدا في الرياضه المصريه. بقينا بنعتذر عن كل البطولات، بقينا بنعتذر، بقينا ما ينفعش نلعب مباريات وديه. وبعدين الناس اللي بتطالب بعدم الكوره وعدم الرياضه وعدم الكلام ده ناس ما بتبصش لمصلحه البلد، ناس بتتمنظر. هل احنا عايزين نزود البطاله 3 4 مليون واحد 6 مليون ويطلعوا يقطعوا 6 مليون كمان 6 مليون يطلعوا يقطعوا الطرق ويسرقوا ويعملوا ويسووا؟ 6 مليون. الكلام ده عادي تماما من الصحه. ولن تعود الكره الا بالداخليه يا احمد. خلينا نشوف رويترز قالت ايه. رويترز تنشر تقريرا مطولا عن الفراعنه بعنوان الكره المصريه تبحث عن شعاع الضوء في النفق المظلم. لم تتمكن مصر من الوصول لنهاية كأس العالم لكرة القدم 2010 في عز تألقها رغم التراجع في مستواها في الفترة الحالية، فإنها تبقى تحلم ببطاقة الظهور في البرازيل 14. وفشلت مصر في التأهل لكأس الأمم الأفريقية وغيره. قررت اللجنة التنفيذية التي تدير اتحاد الكرة المصري بعد استقالة الاتحاد السابق برئاسة سمير إلغاء الدوري واستبداله بدورة تنشيطية ودية. يبقى مصيرها غامضا في ظل رفض الأمن إقامة مباراة ودية حتى ولو بدون جمهور. وقال الأمريكي بوب برادلي الذي تولى تدريب مصر في سبتمبر أيلول الماضي: لو شعرت أن سقف طموحات انخفض سأرحل عن تدريب الفريق فورا. عندما توليت المسؤولية كانت طموحاتي أن أحقق حلما مع المصريين بإقامتهم في كأس العالم. وأضاف المدرب الذي خاض 4 مباريات ودية فقط مع مصر: ألمس الإصرار في اللاعبين على تحقيق حلم الوصول لكأس العالم وغيره والكلام دوت اختصارا، لان الموضوع كبير. ان احنا داخلين، احنا في نفق مظلم، بنبحث عن شعاع عشان الرياضه تعود والكره تعود. وايه رايك يا احمد؟ لازم يبقى في تدخل من وزاره الداخليه. انا مشفق على وزاره الداخليه يا احمد. مش انا مشفق. لازم مجلس الشعب يدي سبورت لوزاره الداخليه بالزبط. اي حد يخرج على القانون يتضرب بالنار، يخرج عن القانون. انت عارف في اوروبا وفي امريكا اللي بينزل من على الرصيف بيبقى خارج عن القانون، من حقه انه يتعامل معاه. بالظبط. ما هو ده مع احترامي للناس. يعني كان اقتراح من الدكتور عماد البناني رئيس مجلس القومي الرياضي ان يكون في شرطه خاصه للملاعب. ده ممكن اقتراح يدرس ويطبق من الشباب. المشكله من الشباب الالتراس دوت هنا وهنا. انا عندي تحفظ على الموضوع ده. لكن لازم يكون في حلول. لازم يكون في حلول، لان كره القدم لو تراجعت في مصر بتخسر كتير. دي استثمارات. حضرتك بتتكلم في 6 مليون يعملون في قطاع الرياضة بالنسبة لمصر. حرام 6 مليون. تكلم يعني حضرتك بتتكلم بس ده غير بقى الفضائيات، غير البنى الرياضي، غير كل الكلام ده هيضر مصر. يعني احنا بنطلع خطوات. لا ده مش كده بس يا احمد، ده انت اقتصادك هيزيد، السياحة هتزيد، الاقتصاد يعني انت يعني مش مجرد كوره ورياضه وخلاص. يعني ايه النادي الاهلي يطرح عليه اقامه مباراه وديه مع الزمالك في ويمبلي؟ يعني ايه النادي الاهلي يروح لاعب ريال مدريد في اسبانيا؟ طب ما العب هنا في مصر. بالظبط. ما هو ده الاستثمار الرياضي، هو ده ان انا اعرف اكسب. ما هو ده المفروض ان يبقى في حلول ما بين القائمين على الرياضه وما بين المسؤولين في الدوله. طب يعني انا عايز برضو، يعني انا بوجه كلام للراجل يعني الله يكون في عونه السيد وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم. يعني الماتشات الرسميه هتلعب في القاهره، ليه الحبيه ما تلعبش في القاهره؟ يعني الامن قادر، وانا متاكد ان امننا قادر انه يحمي المباراه وانه ينظم المباراه. ليه لا؟ ليه ما نعيش الناس في امان الى حد ما؟ واعتقد مش عشان انا بتاع كوره ولا بتاع رياضه، هي اللي هتعيد الامان للبلد استمرار كوره، استمرار رياضه في مصر. هو كانت المشكله لما النادي الاهلي لعب مباراتين مع الداخليه ووادي دجله، الناديين اصلا ما لهمش جماهير، ده مبدئيا. يعني اذا الحضور هيبقى جمهور النادي مثلا الأهلي يعني حضور جماهير النادي الاهلي بس. النادي الاهلي اكيد مش جماهير النادي الاهلي مش هتكسر اكيد في النادي بتاعها. هو ده النادي الاهلي عنده دلوقتي مشكله ان هو مش عارف يقابل البني الاثيوبي ازاي. بيتدرب بس، وحضرتك عارف يعني لعيب يتدرب من غير ما يلعب ماتش رسمي ما ينفعش. لا، واحنا شفنا الماتشات اللعيبه عامله ازاي في الامارات يعني عشان قاعد فتره ما لعبش. كل الحاجات دي مضره. لما يجي النهارده يتاثر مع مباراه زي البني الاثيوبي ممكن يتعرض لخساره او تعادل، كل الامور دي ضده. لازم يكون في حلول قبل ما الفريق يسافر. نادي الزمالك ما لعب مباراه وديه بدون معرفه الامن. طيب معانا حد على التليفون؟ الو. طب افتح التليفونات يا عبد الناصر 5 دقايق كده و10 دقايق للناس. اتفضل يا احمد. فبتكلم حضرتك نادي الزمالك ما لعب مباراه خلصه مع نادي طنطا. مع طنطا النادي الاهلي محتاج يلعب مباريات. لازم يلعب مباريات.
يا كابتن لازم تجرب، لازم تشوف انت الخطه بتاعتك. نادي البني الاثيوبي عنده 3 لعيبه راس حربه اقوياء، عنده 1 بلاي ميكر لعيب، عنده باك يمين، هم عندهم مشكله بس في حراسه المرمى. معانا ابو حميد الاستاذ عمرو فوزي عضو الجمعيه العموميه نادي مصر. الاستاذ عمرو مساء الخير. مساء الخير يا كابتن مصطفى. مساء الفل. يعني قول لي ايه الاخبار في بورسعيد؟ كان معانا دلوقتي ايمن والعمليه مشتعله في بورسعيد، ازاي نهدي النار ديت يا عمرو؟ والله بص يا كابتن مصطفى، تقدر تقول حضرتك دلوقتي بعد ما الموضوع بدأ بعد إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بورسعيد دلوقتي شايفة من وجهة نظرها إن المتهمين الحقيقيين في المذبحة ما زالوا حتى الآن لم يقدموا للمحاكمة، وفي بعض من المتهمين إحنا واثقين في بورسعيد إنهم هيطلعوا بره. من ضمنهم سيادة اللي هو محسن شيطة رئيس النادي المدير التنفيذي للنادي المصري، وبعض الجماهير الصغار. بس انا كنت عايز اتكلم مع سيادتك في نقطه، وارجو ان سيادتك ما تقطعنيش. اتفضل، بس عشان التليفونات كتير يا استاذ عمرو. ماشي يا كابتن. اتفضل. الاعلام بيتكلم في اتجاه وبورسعيد بتتكلم في اتجاه تاني. بمعنى ايه سيادتك؟ احنا كلنا متفقين اللي قام بالعمليه وبالمجزره ديت هم مجموعه من البلطجيه. مجموعه البلطجيه دول للاسف نجحوا هم والانفلات والتسيب الامني في تحقيق غرضهم، وللاسف ممكن يكون النادي المصري هو كبش فداء ويدفع فاتوره الانفلات الامني في مصر كلها. عمرو معلش استاذنك، رسالتك وصلت. معانا سعد بدري من بورسعيد برضه. ايوه سعد. يا كابتن مصطفى. مساء الفل يا استاذ سعد. مساء الفل يا كابتن مصطفى، وبمسي على الضيف اللي معاك يا كابتن مصطفى. الله يخليك. بيك يا استاذ. بقول لحضرتك انت لعبت في بورسعيد قد ايه؟ يا 15 سنه واحلى ماتشاتي في بورسعيد وانا بلعب، ولما اخترت منتخب مصر اخترت بورسعيد. السؤال الثاني اللي انا كنت هساله لك انت حضرتك جاوبت عليه قبل ما اساله. احنا شعب بورسعيد، لو تشوف النهارده حضرتك بورسعيد هتقول بورسعيد قمه الوطنيه. اكيد. الشيخ محمد حسان النهارده كان موجود في بورسعيد، وكانت حاجه تفرح جدا، واتكلم على تاريخ بورسعيد. لما يطلع اعلاميين الناس حسب الله ونعم الوكيل فيهم ويهاجموا ويجرحوا كده في شعب بورسعيد، متهيألي الكابتن مصطفى يونس ما يرضوش الكلام ده. لا طبعا اكيد. ده حاجه. الحاجه الثانيه بعد اذن سعادتك، بالنسبه للاخ اللي اتكلم قبلي انا بايده 100%، كلامه 100% صح. لان اصلا يا كابتن مصطفى النادي المصري راح كبش فدا عشان يردم اطلس النادي الاهلي، وانا بقولها وعلى مسؤوليتي بقول لحضرتك الكلام ده. احنا ما بنشكش في القضاء، ما بنشككش في القضاء وما بنشككش في الكلام ده. يعني حضرتك القضاء قضاء عادل وعلى دماغنا من فوق وكل حاجه، ولكن بنطالب الناس اللي هي اصلا مدانين يجيبوا لنا الشرايط بتاعتهم يعرضوها عند شكرا سعد. عشان في برضو معانا الاخ محمد ابو نصير من بورسعيد، بس انا عايز اقول حاجه قبل ما اخش مع محمد من بورسعيد. برضو اي قرار اتخذته النيابه بناء على ادله، وزي ما شفنا ايمن لما كان معانا 8 مشوا لان ما فيش عليهم ادله. مساء الخير يا محمد. الو. ايوه يا استاذ محمد، مساء الخير. السلام عليكم. ازيك يا كابتن مصطفى؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اولا يا كابتن مصطفى انا عاوز ابلغ سيادتك رساله كده. اتفضل. على الهوا. اتفضل يا محمد. سيادتك كنت بتمرن منتخب مصر بورسعيد، وكنا بنيجي نتفرج عليك في نادي المريخ، صح؟ صح. عمر حد هاجم سيادتك انت واللعيبه بورسعيد؟ ده انا اللي اخترت ان العب في بورسعيد يا ابو حميد، وانت عارف. انا بقى ليا طلب عندك، والطلب دوت انا ببكي بالدموع عشان الموضوع ده بقى حاسس في قلبي. اتفضل يا محمد. سيادة اللواء محسن شيطة دوت لو تفتح الدوسيه بتاعه من ايام ما كان ملازم اول لغايه لما وصل لواء، ما خدش يوم جزء. الراجل ده بورسعيد كلها حزينه عليه، لكن احنا بنطالب القصاص لمن ارتكب هذه الحادث. ماشي يا كابتن مصطفى؟ ماشي يا ابو حميد. طبعا احنا نعرف هذا الرجل رجل فاضل، لكن احنا لا نتدخل في القضاء يا ابو حميد زي ما انت عارف، لكن ان شاء الله الازمه تنتهي واي واحد مدان يعاقب واي واحد بريء ان شاء الله هيطلع براء. ابو حميد خلينا ننتظر القضاء. لكن في نهايه هذه الفقره بشكر
الاستاذ احمد الشامي. تحب تضيف حاجه يا احمد قبل ما بس نختم؟ عايز اقول ان اتمنى تكون الرساله وصلت في النادي الاهلي. اتمنى يكون في حل لل 350,000 دولار اللي في ايصال الامانه. عايز اقول ان الكابتن هادي خشبه هيخوض انتخابات مجلس اداره الاهلي المقبله بعيدا عن بند ال8 سنوات. لا، من حقه، من حق اي حد يخش انتخابات، وبنتمنى له التوفيق. هادي خشبه ابن من ابناء النادي المخلصين وادى للنادي الاهلي، ومن حقه عضو جمعيه عموميه، فمن حقه هو او غيره يعني. نروح ما زلنا في بورسعيد، نروح تقرير الشارع البورسعيدي او تقرير موضوع نادي غزل بورسعيد، لان هذا النادي عنده مشكله كبيره جدا. نروح للتقرير ونستقبل ضيفنا القادم في حلقه فساد اخرى في لما ارجع له تاني من الاستاذ احمد الحباك. نادي غزل بورسعيد احد انديه الدرجه الثالثه في بورسعيد. طبعا ترتب عليه بعض الاضرار منذ توقف الدوري. معانا كابتن انس نبيل المدير الفني لنادي غزل بورسعيد. اشرح لنا كابتن انس ايه الاضرار اللي ترتبط عليها توقف الدوري خاصه في نادي غزل بورسعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا انت شايف الوضع في النادي بقى عامل ازاي بعد الدوري ما وقف، لان طبعا ده نادي درجه ثالثه او انديه الدرجه الثالثه والناشئين والدرجه الرابعه والممتاز بقى اكتر الانديه. طبعا ظروفهم الماديه بتبقى يعني مش زي الدوري الممتاز. فزي ما انت شايف النادي ما فيش عقد، التمرين واقف، ما بنتمرنش من يوم الحادث اللي حصل دوت. وطبعا دوت جاي بالضرر على اللعيبه رقم واحد، وطبعا جاي بالضرر على الاجهزه الفنيه والعمال في النادي، والكلام ضرر طبعا لكل الناس في البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو اول حاجه بعزي اسر الضحايا، وبقول لهم ان شعب بورسعيد ما كانش راضي باللي حصل دوت. بالنسبه للرواسب اللي حصلت بعد الاحداث، هو بصراحه في اللعيبه عندنا، انت عارف اللعيبه ملهاش دخل غير الكوره، وانت عارف الامكانيات بتبقى ضعيفه، فكان اعتمادهم كله على المرتب، المكافآت بتاعه النادي اللي بيشتغل. فاكيد طبعا بعد الاحداث اللي حصلت ديت اللعيبه بتعاني ماديا جامد جدا بعد الاحداث ديت. احنا الدخل بتاعنا او بالنسبه لمصاريف النادي، احنا بنعتمد على قاعه افراح هنا اللي بتصرف علينا. عندنا مثلا الفندق، دول هم المصاريف اللي تخش النادي يعني، ومن خلالها بنبدا نصرف على الفرقه. غير كده ما عندناش دخل ثاني خالص لاي خاصة انتوا نادي شركه، واحنا نادي شركه طبعا، والشركه طبعا متوقفه دلوقتي وما بتساعدناش باي شيء. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا بنهني يعني بنرحب بقناه مودرن في بورسعيد والكلام من دوت. احنا عايزين بس نقول حاجه صغيره، بس احنا يعني من ساعه ما الدوري توقف واحنا يعني في معظم اللعيبه في الدرجه الثالثه يعني اكل عيشها للكوره. اخدت بالك لان معظم اللعيبه في الدرجه الثالثه او في الممتاز به يعني معظم يعني ما فيش عقود، ما فيش مبالغ كبيره، فبقى اللي جاي مثلا على قد مثلا ايه، على قد دخله وكلام من ده. الوقت اما اللعيبه النهارده ما بتبطلش في مرتب واقف من النادي، ما فيش لاعب، ما فيش كلام من ده، فمفيش اصبح الوقت اللي هو الراجل دلوقتي عاطل. ما احب اقول ما ينفعش الدوري ده يقف نهائي يعني، لان في 6 مليون اكل عيشهم من. طيب بس في دلوقتي ظروف امنيه تمنع ان ده اي دوري دلوقتي يقام في الملاعب. هو ان شاء الله كل حاجه هتتحل ان شاء الله، بس لازم الدوري يرجع ان شاء الله. طيب انت كواحد مثلا ظروفك الماديه او الظروف الماديه اللي انت كنت بتاخدها من النادي اتصرفت بعد توقف الدوري ازاي؟ معانا جالي احباط من ساعه ما الموضوع ده حصل، واحب اقول حاجه لجماهير النادي الاهلي، مش بورسعيد اصلا اللي تعمل الكلام دوت، بورسعيد كلها ناس كويسه وناس محترمه، والنت كله بيشتم، والفيسبوك اللي عنده فيسبوك بيقعد يشتم في بورسعيد. اولا نص البلد نصها اصلا بلطجيه وناس من المنزله وناس بلاش اقول بقى. فبعد كده اللي عاشر بورسعيد كويس ما عمره ما يعمل الكلام دوت، ونص اللي عمال يشتم على الفيسبوك ده عمره اصلا ما يجي بورسعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش والله دخل خالص ولا في اي حاجه. الموضوع كله اصلا يعني احنا مرتبطين بالنادي والفلوس الدخلانه اللي جايه من النادي، مفيش اي حاجه طبعا. معظم اللعيبه مبقاش شغاله ومفيش شغل ولا في اي حاجه، وطبعا احنا متاثرين بالموضوع دوت. وطبعا احنا بنعزل اسر الشهداء طبعا، ونقول لهم يعني الناس في بورسعيد ناس محترمه، وطبعا يعني الناس احنا مش عاوزين كوره الا بعد القصاص طبعا، وعاوزين طبعا الموضوع يتحل يعني كده بالعقل طبعا يعني.
ستيك وهوت دوج، ما تخليش الجوع يفوت عليك حاجة. بنحب النادي الأهلي. اتصالات الدنيا لسه فيها أكتر. دورك تقعد ورا لما بتقع من الجوع، وبعد كده خلاص بقى ممكن يفوتك كتير. شيبسي ماكس، ما تخليش الجوع يفوت عليك حاجة. عفوا، برجاء إضافة الرقم الجديد لإجراء المكالمة أو حمل برنامج تغيير الأرقام فون بوكي. قريب جدا هتواجهك مشكلة كبيرة ومش هتعرف تكلم أي حد، لازم تغير أرقام تليفونك كلها. طبعا الأرقام اللي على موبايلك كتيرة جدا ومكسل ومش عارف تغيرها رقم، وعلشان كده احنا بنقدم لك الحل السهل والبسيط. يلا بسرعة الحق حمل برنامج تغيير الأرقام على موبايلك. اتصل ودخل كود البرنامج على 09899 من أي خط أرضي أو من أي محمول على 2338 أو ابعت رسالة فيها رقم 2 على 95239. استني هي اي ازازه كده خلاص يا بنتي؟ انا بكسب بقالي سنتين وحظي امر بخير. هي دي مش محتاج حظ، لان التالت سنة كل مصر هتكسب مع بيبسي وفودافون. 3 دقايق تحت اي غطاء ازاز و6 دقايق